احساس لعيب ايه هو بيقول ان الاداره بتاعه المكان اللي هو يعني نايم قاعد واكل شارب فيه مش عايزاه؟ انا بتعامل اللي ده بيتي، ده النادي ده بتاعنا يعني، بتاعي وبتاع كل واحد زملكاوي بجد. في فرق كبير بين الزملكاوي وبين الزملكاوي بجد. انت كان ليك تصريح كنت بتقول انت معظم تحركاتي او الحركه بتاعتي من نادي الاعراض دي كانت من مصلحه النادي الزمالك. كل واحد يعرف نعمة الزمالك، بس هو ده اللي عتابي عن الناس من غير دخول في تفاصيل، عشان لو دخلت في تفاصيل بجد يعني هزعل الناس كتير قوي مني، وانا مش عايز اعمل كده. هي القرن بقى انت بتديني على طول كده يعني ده بتديني على طول واحده. جمهور الزمالك دوت احسن جمهور في الدنيا بجد، والله بجد احسن حاجه في نادي الزمالك هو جمهوره. مساء الفل عليكم، وحلقه جديده من نيوتري فيتنس بودكاست. وضيف النهارده بقى يعني اوت اوف ذا سكوب، واحد من اصغر كباتن فرقته، عاش سنين طويله في فرقه كل الناس كانت بتتغنى بيه، وبعد كده بعد ما خلص مشواره معاهم اتحرك برضو الفرقه تاني. واحد محقق تقريبا كل حاجه برضو في الدوري المصري او في الكره المصريه، دوري شال، كاس شال، كونفدراليه شال، من هدافي فرقته شال، احسن جون في موسم شال. اخويا وحبيبي يوسف. حبيبي ازيك يا اوباما؟ حبيبي عامل ايه الحمد لله اخبارك؟ بخير والله، انت عامل ايه؟ طمني عليك. ربنا يخليك يا دكتور. والله انت يعني منورني جدا حبيبي. وبعدين انت عارف انا يعني اما جيت ادور بقى ورا اوباما، الراجل ده فرود ولا الراجل ده 10 ولا بيلعب جناح ولا هو مدرس فرنساوي لحد ما نجيب مدرس فرنساوي. والله فلقيتك الله اكبر يا اوباما، انت النص اللي قداماني كله انت شغال تحطني في اي حته وانا معاك. لعبت ورا كمان في فتره لعبت باك رايت عادي يعني، بس الحمد لله دي نعمه والله، الحمد لله. الله اكبر. ولا ولقيت ارقام يعني ممكن الناس تبقاش مثلا بتذاكر او بتدور اللعيبه، لا انت في ارقام كتير وبتلعب وانت صغير يا اوباما. الحمد لله دي نعمه، زي ما قلت لك دي نعمه من عند ربنا، يعني بينعم عليك بيها، اللي انت بتلعب في حاجات كتيرة أو مراكز كتيرة ما بتبقاش عامل حسابها خالص، ويجي حد مثلا يحطك في مكان تأدي، تعمل أرقام، فدي نعمة الحمد لله ربنا أنعم عليها بيها، والحمد لله أديت على قد ما أقدر يعني. الحمد انت لله. عارف اللي انا ليه بضحك مع نفسي؟ طبعا ربنا يديك الصحة. انا مثلا متخيل بقى ان انا بدور اوباما بقى ايه اللي هو ال30 الواحد ال32، يعني شايف الراجل ده من زمان بقى ما الراجل ده من ايام فحط البحر يعني. ابص ايه الراجل، انت مواليد 95 يا اوباما؟ 95 29 يعني انت بتلعب دوري ممتاز 19 سنه 18 سنه كمان. لعبت بدري والحمد لله برضو لعبت بدري، دي فرقت معايا يعني زي ما انت بتقول اهو انا بقول لك انا مستني يعني. كان عيد ميلادي من كام يوم كده 29 سنه بالظبط. الحمد لله. فاحكي لي بقى بدايتك يا اوباما، البدايه. انت بالقصد ده اهليه صح؟ لا انا اسكندريه على طول. اسكندريه، بس هي على جوجل وكده غلط اصلا. يعني انت طب انت من اسكندريه فين؟ في اسكندريه عصافره 45 مثلا. عشان كده بتقول انا كنت في اسكندريه النهارده. لا انا على طول في اسكندريه يعني، اهلي وناسي واخواتي هناك وكل حاجه هناك، ومتربي هناك ومولود هناك، بس جيت بقى القاهره بدري. بدري. طب ايه الزمالك، ايه حكايه الزمالك من اسكندريه للزمالك؟ احنا اصلا زملكاويه يعني، البيت عندنا كله والعيله كلها زملكاويه من واحنا صغيرين يعني، فكان حلم حياتي يعني، الزمالك ده حاجه عندنا مقدسه يعني، حاجه تانية يعني، فكان حلم زي اي حد زملكاوي بيلعب كوره يلعب في نادي الزمالك. انت داخل من ناشئين؟ انا عندي 9 سنين. طب احكي لي بقى انت مين وداك الزمالك وبداتها ازاي، ومين كان مدربينك حتى في المرحله دي؟ لا في كتير يعني، داخل النادي 2004 فاكر، انا داخل 9 سنين. بعد كده مراحل بقى البراعم والناشئين، والحمد لله الفريق الاول، كل دوت يعني مريت بيه في النادي اللي انا بحبه، او النادي الاقرب نادي لقلبي يعني. فدي كانت برضو حاجة من الحاجات اللي ربنا يعني أنعم عليا بيها، حاجة بتحبها وحققتها يعني، ولعبت فيها، فده كان كويس. انت اوباما دي جاي على كبر يا اوباما ولا على اوباما دي جت في اول ما اتصعدت في الدرجة الأولى على طول يعني، مش وانت صغير؟ لا خالص ده أنا يعني انت وانت صغير يوسف محمد ابراهيم عادي؟ يوسف ابراهيم ويوسف اسكندرية كان يتقال لي كده يعني، عشان كان معايا حد تاني اسمه يوسف في الفريق واحنا صغيرين. بالمناسبة ده يوسف محي دوت اخويا يعني، بس ربنا يرحمه يعني، الله يرحمه، توفى في حادث، فدي فرصة يعني نترحم عليه، ربنا يرحمه يا رب. فكان مسميني انا يوسف اسكندرية. ماشي يا عم اسكندرية بس الحمد لله بقى لما طلعت درجة اولى هي جت بقى على طول كده. اوباما دي فوق في الدرجه الاولى. مين بقى طيب يعني؟ احمد انا في اللي جاي من مين؟ اما انا اقول لك احمد سمير، كابتن احمد سمير باكرايت. هو اول ما طلعت في التمرين كده، تعالى اوباما كان لسه
كان رئيس ساعتها وقت أمريكا. انتخابات امريكا حاجة كده. والرئيس اوباما فمن ساعتها بقى طلعت عليا ما سابتنيش خالص. ويوسف اوباما. خلاص اوباما. انت بدات الدرجه الاولى فاكر كام؟ 2014. 2000 طلعت 2013 بس لعبت 2014. بدات مع مين يا اوباما في الزمالك لو انت فاكر؟ في الناشئين ولا في لا، في الدرجة الأولى. احمد حسام كابتن ميدو. صح احمد كده. حسام. ده كان مين جيلك اصلا في المواليد 95 في الزمالك؟ كان في كتير، احنا كان جيل كويس جدا والله، بس محدش يعني للاسف محدش كمل معايا، انا بس اللي كملت فوق. بس في لعيبه كملت ولعبت في انديه تانية، بس ما فيش حد كمل في الزمالك غيري يعني، في اصغر مني وفي اكبر مني، بس 95 دي ما فيش حد فيها. كان ما فيش حد من الفرقه بتاعتك كان معاك فوق؟ في زي ما انا قلت لك يوسف محي لعب في الدرجه الاولى شويه، ومحمود خالد لعب شويه وكذا، يعني في 2-3 لعبوا بس بعد كده ما كملوش يعني، الفرصه ما كملتش معاهم او الحظ ما توفقش معاهم، بس كملوا طريقهم في طريق تاني يعني. انت كنت متخيل انت ممكن توصل للدرجه الاولى اوباما بسرعه كده؟ انا ليه بسالك؟ احنا دلوقتي في الجيل اللي احنا فيه دلوقتي ده بتلاقي الولد من دول، او مش ولد بقى، الراجل من دول 21 سنه ولسه بنشوف اصله هينزل تحت ولا هيلعب فوق مع الدرجه الاولى، والله اعلم السنه الجايه ما اللي هو السن بقى يتقفل خلاص، ما بقاش فيه شباب هيعرف يمضي اصلا ولا مش هيعرف يمضي. انما انا بتكلم لعيب كان بيلعب درجه اولى وعنده 18 سنه وبتقول كمان 17 سنه، ليه ده مبقاش موجود؟ انا فاكر ليه؟ ما دي مع يعني مش عارف، دي يعني انت تشوف اللعيبه الكبيره يعني او اللعيبه القديمه هتلاقي كله لعب صغير يعني، فديت ما اعرفش والله يعني، ما اعرفش التفاصيل بقى اللي انت الدنيا بقت دلوقتي 22 سنه بيقول لسه صغير ولسه ما خدش فرصته. انت 22 سنه كنت واخد دوري وكاس؟ لا 22 كنت واخد دوري وكاس. كنت واخد دوري وكاس، كنت واخد 2 كاس وواحد دوري، وبعد كده رحت الاتحاد 21. فلا كنت رحت وجيت كمان، اللي هو لعيب راح وجيت وشاركت ولعبت الحمد لله. فازاي لحد دلوقتي يا اوباما الناس تقول لك اصل 21 سنه ولا 22 سنه لعيب صغير، ولا 19 سنه انا في فرصه العب درجه اولى ولا لا؟ لا والله يعني انا مثلا على جيلي زي ما انت بتقول، كان عندي مثلا يعني كلنا كنا بنلعب منتخب شباب وكلنا كنا ماديين، وعندك مثلا يوسف زي ما بقول لك ومحمود خالد ومحمد خليفه، كل دول لعيبه مميزين جدا يعني. بس زي ما انا بقول لك كده، هي بتبقى ايه ظروف، بتبقى يعني لك برضه في الاول في الاخر يعني، توفيق من عند ربنا، ممكن يكون مكان تاني كده، فما في اللي كمل وفي اللي ما كملش يعني. طيب بس الحمد لله برضو اللي انا هفكرك بحاجه برضو. انا ليه بسالك؟ الزمالك الدوري بتاع 21 اما اتاخد كان ساعتها في مشاكل قيد في الزمالك لو انت فاكر، وكان في لعيبه بدات تقول لك ان احنا مش حابين نكمل قوي يعني، خلاص خدنا قرار، كان كابتن طارق حامد وكابتن جنش وي، وكان ساعتها تقريبا الموجود فريرة صح كده؟ وقال لك انا هبدا اطلع بقى حسام عبد المجيد ورؤى الشباب الصغيرين دول. الناس خدت فرصه واثبتت نفسها، والناس دي اصلا دلوقتي هي القائمه الاساسيه بتاع نادي ايه؟ الزمالك. نادي الزمالك، ومنهم اللي راح منتخب مصر، منتخبات اولمبيه وي وصولا لمنتخب ايه؟ منتخب مصر، سيف جعفر ويوسف اسامه نبيه ورؤى وحسام عبد المجيد. فالسياسه دي هل بتبقى موجوده في انديه وانديه لا؟ يعني هل الانديه ممكن تكون داعمه فكره الشباب ولا احنا نستعين بالصغيرين، انديه لا ما عندهاش لا في او مدربين مدربين لا انديه وفي مدربين انت في المجال وعارف طبعا، في ناس بتعتمد على الصغيرين وبتبقى حبه دوت، وفي ناس بتعتمد على الخبرات والكبار. بس عندنا في النادي في السنه اللي انت بتقول عليها ده قدر نادي الزمالك، ظروفه دايما. نادي الزمالك ظروفه مش بإرادته يعني، بتبقى غصب عن الواحد. انت بتيجي في سنة من السنين بتنافس على دوري، يجي ناس كتيرة ممكن تمشي لظروف معينة يعني، وفي الاخر انت ربنا بيكرمك وبتحقق بطولة كبيرة غالية، بترفع اسامي اللعيبة الصغيرة دول. ده حصل. فدوت يعني، دي ظروف النادي الزمالك اتحط فيها. تيجي ترجع بقى لبطولات كتير، ده ظروف نادي الزمالك دايما. الزمالك بيبقى ظروفه يعني، عشان كده بقول لك جمهور الزمالك دوت احسن جمهور في الدنيا بجد يعني، علشان الحاجات دي هو بيعيش بقى التفاصيل دي يعني. في ناس بتيجي مثلا في اللقطه الزمالك خد دوري، الزمالك خد كاس، لا بس الجمهور هو عايش التفاصيل دي طول السنه، عايش الاحداث حته حته. فعشان كده بيبقى البطوله عنده او عزيزه بطوله من رحم المعاناه تقريبا قوي. بالظبط. معظم الوقت الزمالك بطولاته مش سلسه يعني. بالظبط، معظمها انا بقول 90% من بطولاته واكتر كمان يعني. البطوله ما بتجيش عاديه كده، لا بتيجي بظروف وظروف صعبه. واللي بيميز جمهور الزمالك اللي هو غير اي حد، اللي هو بيعيش تفاصيل حياه اللعيبه، تفاصيل حياه النادي، ظروف النادي بيعيشها من اول ماتش في البطوله لاخر ماتش في البطوله. وتلاقيهم في وقت ما
الزمالك ما بيبقاش احسن حاجه، بتلاقيهم تاني ماتش في الاستاد هم اكتر من الماتش الاولاني. فجمهور الزمالك بجد في حته تانية يعني. انا بحب جمهور الزمالك مش من فراغ، وانا اصلا من جمهور الزمالك. فعشان كده انا قلت لي بقول لك البيت كله الاحساس، زملكاوي. عشان كده بقول لك الاحساس اللي دايما عند جمهور الزمالك يعني. فدي حاجه يعني ملهاش مش هعرف اعبر لك او اعرف اقول لك، علشان انا كنت بحسها او حاسسها يعني. لجمهور الزمالك مختلف يعني. انت الموسم ده كان موسم استثنائي كبدايه بصراحه. انا ما بدور ورا بدايات اللاعبين في الممتاز، كونك تطلع في اول موسم 2014 والكابتن ميدو اللي تلعب مع ميدو. ميدو جريء، كابتن ميدو. لسه اسالك بصمه ميدو معاك يعني، مدرب امن بلعيب صغير وملعبه فيرود ساعات وبيلعبوا صانع لعب ساعات، وفي السن ده واطلع وهو راجل كمدرب كان في الاصل فيرود، ممكن يكون مؤمن بامكانيات اوباما. هو طبعا اكيد، هو كنت انا ومصطفى برضو، مصطفى فتحي. فهو اللي هو ياخد القرار، اللي هو ياخد كده في موقف، في وقت في السيزون انت لازم تنافس ولازم تخش الدورة الرباعية ولازم تعمل الحاجات دي كلها وياخد قرار زي دوت. فهو جريء، وهو طول عمره كلنا عارفينه هو جريء يعني. ميدو بقطع مش هنقدر نقول اكتر من كده، هو جريء. ودي تتحسب له طبعا. وطبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى هو كان سبب من الاسباب اللي الناس تعرفني يعني. انت فاكر التفاصيل الموسم ده في 2014؟ انت لاعب ماتش كده كان الناس بتتكلم عليه كلها، تليفونات بني سويف. كان اول ماتش ليا لعبته كان بتروجيت باين. دومينيكا طرد حاجه كده فما لعبتش 20 دقيقه على بعض وخرجت. وبعد كده اتكلم معايا، هو قال لي هتلعب تاني طبيعي ولسه، وكان اول ماتش ليا. فكنت انا يعني ايه متضايق وكده، بس اللي هو كمان تاني ماتش على طول انزل العب، نزلني تغييره في ماتش وادي دجله. اول لمسه ليا يعتبر جبت جون بالظبط في كابتن الحضري طبعا، ودي يعني اول سابك اول جول ليا في كابتن الحضري. فدي كانت حاجه برضو بتتحسب لي يعني. فبعد كده بقى الجول اللي انت بتقول عليه دوت برضو كان جول مهم كان جدا. الماتش مع اقرب ماتش بني سويف في التليفونات ماتش 1-1 والدقيقه 6 وقت بدل ضايع حاجه كده. بص قلت لك انت كلك دراما. الحمد لله. انا يعني انا في حاجات كتير قوي بحسها اللي ربنا بيكفينا عليها في حاجات كده في الدقيقه بلس 90 دي. دي انا بحبها جدا، وبحس ان هي توفيق اكتر يعني. مش مهاره، مش حاجه مثلا تواو ولا حاجه، لا هي توفيق اكتر. فبحب الحاجات اللي في دي. فدي كانت بدايه يعني ما شاء الله يعني الحمد لله. دخلنا البطوله الرباعيه ساعتها. الدوره المجمعه كان ساعتها الاهلي وبتروجيت والزمالك وسموحه. بعد كده بقى ما كانش موفقين في موضوع الدوره المجمعه. بس الحمد لله اللي احنا كبدايه يعني كنا يعني كبدايه ليا انا مثلا مع الفريق كنت الحمد لله كنت موفق يعني. بس فكره الكاس بقى ساعتها، كاس كملنا الكاس بقى ايه. كابتن ميدو برضو جريء، خد قرارات يعني ايه يعني، عمل حاجات كتير قوي في الفرقه. اللعيبه الكبار كلها ما لعبتش الكاس. انتوا كنتوا بالبلدي كده قاتل يا مقتول، لان مفيش منافسه افريقيه غير لو كسبت كاس مصر. مفيش. لا ده الكاس الاولاني، انت بتتكلم على الكاس الثاني. الكاس الكاس الاولاني بتاع ميدو دوت. لا ميدو صح. الثاني كان كونفدراليه 2019 صح. ده الكاس الاولاني دوت خد قرار برضو، ولعبنا بيعتبر بالصغيرين وبيكمل يعني. والحمد لله ربنا كرمنا برضو في النهائي وخدنا الكاس. كان هدف حازم امام صغير صح، خدنا الكاس بيه الحمد لله. وبعد كده كان انتوا اعتقد بدأت تتحرك، انت رحت على الاتحاد. رحت على لا السنه اللي بعديها على طول قعدت في النادي. كنت في الناشئين برضو، بس ايه متأيد الخمسه فوق السن او تحت السن او كده يعني، مش واخد مكان في القايمه. ودي اللي خدنا فيها دوري الكاس بقى، اللي هي كانت 2015 فريرا 2014 2015 انتوا خدتوا الدوري وخدتوا 2015 اخدتوا الدوري والكاس صح كده. خدنا الدوري والكاس دي مع كابتن مع كوتش فيريرا. دي انا الولايه الاولى بتاعته. بالظبط. خدنا دوري وكاس والحمد لله عملنا ثنائيه ما كانتش حاصله من كام سنه يعني. كانش الزمالك خد دوري وكاس من فتره كبيره مع بعض في سنه واحده. من كابتن حسام حسن ما اعرفش بالتفاصيل يعني. بس هي من فتره كبيره او ممكن فالحمد لله ربنا كرمنا بيها وخلاص. وبعد كده رحت الاتحاد بقى. ايه بقى الفكره في التحرك ده؟ انت كان ليك تصريح كنت بتقول انت معظم تحركاتي او الحركه بتاعتي من نادي الاعراض دي كانت من مصلحه النادي الزمالك، ان انا في لعيبه بتتحرك معايا او
فانت فهمني كده بقى، انت اتحركت 3 حركات اللي نتكلم على الاتحاد ثم دجله وفي الاخر الحزم. فنبدا بالاتحاد، كانت مرحله كبيره قوي، وكانت بصراحه ادائك فيها كل مصر كانت بتتكلم عنه. وانت ساعتها امان كنت دخلت المنتخب الاولمبي. كنت في تمام. الشباب والاولمبي. المنتخب الاولمبي ومنتخب الشباب. فلعيب الله اكبر صغير، ولاعب الموسم كله تقريبا من الاتحاد، كنت جايب 9 تجوان وعامل 3 في حاجه و30 ماتش. فاحكي لي عن الفتره بتاعت الجمهور، وانت اصلا من اسكندريه فاهلا يا بلد. لا هو اصلا الموضوع اصلا من الاول كان بعد ما لعبت الفتره بتاعت كابتن ميدو ديت. خلاص خدت قرار بقى اللي انا ايه، قعدت سنه مش بشارك بصفه مستمره، فقلت اطلع اعاره يعني نلعب وبتاع. نادي كده كان برضو شايف اللي احنا في ناس تطلع اعارات وكده، فكان جاي لي بقى كذا حاجه كذا عرض يعني. فلعبت بقى ولسه صغير وكده، فاخترت بقى النادي التاني اللي بعد الزمالك على طول اللي انا بحبه برضو يعني، الاتحاد ده سيد البلد. انت اتحاداوي. اتحاداوي. اسكندريه يعني اتحاد. فاخترت الاتحاد ورحت وانا سني صغير، والحمد لله ربنا وفقني برضو بسنة حلوة يعني معاهم، وقدرت اعمل فيها حاجات كويسة يعني. انت الموسم ده كنت بقول لك عامل شغل كبير قوي الحمد لله. والموسم ده انت دخلت زي ما قلت لك المنتخبات. لان كمان الموسم دوت كنت مثلا يعني اجيب جون في السبعة دول مثلا، فيهم 6 مثلا اجيب جون نكسب 1-0. جوان حاسمه. جون بالثلاث نقط بثلاث ممكن يكونوا 7 كمان. فدي كانت برضه جاب 9 تجوان وصلنا 3. 9 في 2 في الكاس باين، فيهم 2 في الكاس و7 في الدوري. فكانوا 7 أو 6 منهم تجيب جون الماتش يخلص 1-0 تكسب 1-0 تاخد 3 نقط. فكمان كانوا في اسكندريه بيحبوا الكوره قوي، من عشاق الجمهور السكندري، من عشاق الكوره يعني، بيحبوا الاتحاد جدا. فكان ساعتها كنت يعني لسه صغير، والناس كلها ايه يعني اوباما الحمد لله برضو كانوا سبب من الاسباب اللي اسمي يتعرف اكتر للناس يعني. الفتره دي انت كنت فوت المنتخب صح؟ المنتخب الاولمبي. ايه حكايتك بقى في المنتخب الاولمبي مع كابتن حسين البدري؟ لا ما تقوليش راجل هداف جيلك. لا بلاش اقول هداف جيل، يعني هداف المرحله وماشي كويس جدا مع الفرقه، اذا كانت الزمالك السنه اللي قبليها او الاتحاد. وما شفتكش بعد كده انت كنت فوت تلعبوا التصفيات بتاعه، لعبتوا افريقيا لو انا مش غلطان، وبعد كده التصفيات لاولمبياد 2016 اللي هي ريو. انتوا الجيل اللي بعد الجيل بتاع صلاح. وبعد كده شفنا ان اوباما مش موجود او مش متاح او مش، وانا كنت في الاتحاد ما كنتش متواجد بعد كده في فرقه انت اوريدي كنت فيها من زمان. انت طالع مع الجيل ده بتاع الشباب والمنتخب الاولمبي. رايك انا ممكن اقول لك راي تاني. قول لي. كابتن حسام كان ماسك المنتخب الاول الفتره اللي هو مسك المنتخب الاول صح. كنت انا مع باتشيكو في 2020 وبرضه كنت دخلت في المنتخب. لا انا الفتره ديت كنت اول 7-8 ماتشات كنت هداف الدوري صح. كنت ماشي بصوره كويسه جدا. كان المكان اللي في مكاني في المنتخب كان في 2 مثلا مصابين. كنت ماشي كويس جدا في الدوري وما رحتش برضو. فاللي انت قلته في حوار الاتحاد ده في اقوى منه وما رحتش. دي حاجه بقى بالنسبه لي يعني. هو في الاول وفي الاخر هي انا بعتبرها يعني ده رزق هتشوفه يعني. هو رزقك اللي انت مش منتخب، ممكن تاخد رزق في حاجه تانية خالص. فاهم. فانت ربنا كاتب لك المنتخب فهتشوف، ربنا مش كاتب لك المنتخب. فانا مش عايز اخش في تفاصيل تانية علشان مش عايز حد يزعل مني. مش مسألة تفاصيل ونزعل الناس، بس انت اصل يعني حقنا نعرف الراجل ده اللي فيه مرحلتين سنتين كان منتخب مصر ممكن يكون في حاجه. انت قلت لي على الموضوع بتاع الاتحاد ده في الاولمبي. لا انا بقول لك على موضوع اقوى منه. ما بقول لك اديك بتقول بقى كمان مرحله تانية، اقوى منه فريق اول والظروف بس مع شخص واحد هو كابتن حسام البدري. هو كابتن حسام ما اعرفش، بس انا لازم طبعا احترم قراراته ويعني طبيعي مش هقدر اقول اكتر من كده. بس ناحيه ظلمت ما ظلمتش انا ممكن بحسبها حسابات تانية. انا كنت لسه قايل لك شايفها ظلم يا اوباما. ما انا مش هحسبها كده، هحسبها اللي هو ربنا مش كاتب اللي انا اروح في الوقت دوت. هو شايل لي حاجه احسن. حاجه تانية. الرزق مش كله مثلا يعني. انا بعتبر الرزق مش منتخب مصر او فلوس او لا، في حاجات تانية ممكن ربنا يرزقك بيها. فممكن ربنا هو اللي شايف وهو اللي عالم، ممكن يعني يعوضك في حاجه تانية خالص. نعم بتحب لا يعني واحد بيلعب كوره علشان يبقى اساسي في مكانه، وبعد كده المرحله اللي بعدها يروح منتخب ويمثل منتخب بلاده. دي حاجه كبيره يعني.
في الوقت دوت فخلاص يعني خدتها بالطريقه اللي انا بقول لك عليها ديت عشان ما ازعلش زياده عن اللزوم، اللي انا اخدها بطريقتي اللي هو مش مكتوب لي اللي انا اروح المنتخب دلوقتي، فالحمد لله يعني. بس انا برضو ليه برضو بسالك، لان كان كتير ناس بتتكلم من كابتن عماد متعب قال لك والله انا كان عندي تحفظات على قرارات كابتن حسام البدري معايا في الاهلي، اما هو قال لك كده انا بطلني كوره، البدري بطلني كوره. لا هي بتبقى ما اعرفش يعني، هي بتبقى قرارات، انا ما اقدرش اخش في قرار مدير فني. ما هو ممكن لعيب يسال المدرب يا اوباما انا فين، انا فين في الفريق يعني اه ولا منتخب؟ ده او ده يعني. لا في المنتخب ما يقدرش، عشان هو المنتخب في الاول وفي الاخر بالتجمعات. اما في الفريق ممكن انت بتتناقش معاه وتتكلم معاه علشان تعرف انت واقف فين، انت ناقصك ايه علشان تعمله، فده وارد. هل سبق انت مثلا اتكلمت مع مدربين كانوا معاك محلين او مثلا اجانب؟ يعني انت فتره نبوشه مثلا كان اللاعب جه في اخر فتره نبوشه مثلا. انا عمري ما، انا عن نفسي انا عمري ما اتكلمت مع حد خالص في اللعب او مش اللعب دوت، بالعكس. هو طلب اوباما اهلا بيه، اوباما مش انكولا، احنا مستنيين الدور بتاعنا. اه بالظبط، انا بتعامل كده والحمد لله يعني. الحمد لله ربنا بيبقى شايل لي حاجه احسن. يعني مثلا في فترات كتير قوي في 2017 مثلا رايح راجع من الاتحاد، رحت دجله وبعد كده راجع بقى اللي انا اوباما وكسرت الدنيا في الاتحاد وعايز العب وبتاع. بقالك ساعتين بره الزمالك كده فجاي جعان، فعايز زمالك بقى، وما عملتش حاجه لسه في الزمالك، كنتش بلعب بصفه مستمره وعايز بقى الزمالك. فرجعت ما شاء الله يعني، كان راجع معايا 17 ولا 18 صفقه ف... فاستنيت دوري بقى. استنى دوري في الصف بتاع الصفقات. استنيت دوري بقى، وانت صغير وانت ابن النادي وبتاع، استنيت دوري. والله يا دكتور مش عارف اقول لك ايه، بس انا حصلت معايا يعني السنه دي كلها كنا ماشيين مش احسن حاجه، ما كناش بنلعب. كان كنت نبوشه في الاول، وبعد كده كابتن ايهاب جلال الله يرحمه، يعني الله يرحمه، ربنا يرحمه يا رب ويغفر له. وبعد كده كابتن خالد جلال في الاخر. ده بقى بص، ده انا جايب له صفحه لوحده معاه خالد جلال. ما هي دي بقى، ما هي دي بقى اللي انا بقول لك عليها. شوف انت السنه بادئه منين، بادئه وبادئه فين، وانت فين. انت في اخر الطابور. انا في الاخر خالص، وانتهت ازاي وتفاصيلها عامله ازاي. فعشان كده بقول لك هي بتبقى في الاول وفي الاخر يعني ربنا اللي كاتبه، هو مش فيش احسن منه. فهي دي بيتعمل يعني في حاجات اتعملت معايا في حياتي بستفاد منها طبعا، وببقى راضي جدا 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 بيها يعني. السنه زي ما قلت لك كده بادئ في الاول في اخر حاجه، مفيش اي حاجه. ان هي الحمد لله مع كابتن خالد جلال بقى برضو سبب من الاسباب اللي هو يخليني اكمل في نادي الزمالك وابتدي بقى كارير اوباما بقى اللي انا احكي لي على السنه دي يعني، انت نطيت لي شويه بس ماشي. بس السنه دي حلوه يعني، انا بحبها علشان هي ابتدت معايا بحاجه تانية. السنه ديت كابتن نبوشه باين في الاول ما كنتش بلعب خالص خالص خالص، بلعب ماتشات وديه. الماتش الودي عشان في ناس كتيره في الصفقات وكده بلعب باك رايت يعني. لو ما فيش لو في باك رايت ممكن نلعب باك ليفت عادي، ولو في جون همسك انا الجون. ماتشات وديه وكده وخلاص يعني. جاء كابتن ايهاب جلال في السنه ديت كنت انا اللعيب الوحيد اللي ما تأيدتش. السنه دي انت رجعت خدت رقم 10 لو انت فاكر. خدتها من شيكا، كان ساعتها شيكا احترف، كان راح هو الرائد، راح الرائد في السعوديه، وكان اول مره تلبس انت 10 في الموسم ده. ما انا بقول لك بقى ابتدت معاه ازاي وانتهت ازاي. ورقم 10 انا بحب رقم 10 عشان لعبت فيه في الاتحاد وفي منتخب الشباب وفي دجله. انا بحب رقم 10 برضه يعني. فجيت بقى في السيزون، طول السيزون انا ما بلعبش خالص، ما بلعبش. يوم ما العب ممكن العب باك رايت يعني، لو هلعب يعني لو هخش السكور اصلا. فخلاص فالوقت دوت انا اللعيب الوحيد اللي ما تأيدتش في افريقيا في القائمه الافريقيه. انا اللعيب الوحيد ما تأيدتش في القائمه الافريقيه، ما اعرفش ليه يعني. انا حتى ما سالتش بقى، انا مستغرب. كان ساعتها كابتن ايهاب جاي جديد بعد نبوشه، فمش هو اللي أيد يعني. كابتن ايهاب هو ما جه بعد جاي على القيد اللي تم واللعبه اللي موجوده بعد القايمه. فكانت علامه استفهام بالنسبه لي يعني، اللي انا اللعيب الوحيد اللي ما تأيدش في القائمه الافريقيه. فدي حاجه، في حاجه مش مظبوطه. اشمعنى جت على ارمط يعني؟ علامه استفهام والله بجد بقى. ولا من نبوشه عشان نبقى واضحين، مع نبوشه مشي
صح. ماشي خلاص. وفي اسبوعين 3 كابتن مش عارف كمل بقى كابتن عشان عايزك في جمله على ايه، على ذكر الكلام ده، كمل. ففي علامة استفهام. فقلت خلاص الناس يعني مش مرغوبة في اوباما في النادي، فخلاص ما فيش مشكلة. لعبت مع كابتن ايهاب، ما لعبتش معاه خالص. لعبت اخر ماتش ليه، كان بيلعب الاتحاد في استاد القاهرة، وقال لي انت هتلعب وانت مش عارف ايه، هتكمل معايا وانا عارفك انت بتتمرن كويس ومش عارف ايه. وانا كابتن ايهاب برضو يعني مش عايز يلعبني عشان ما بيستخدمنيش في افريقيا. اما انت هلعبك في الدوري الحركه دي احنا إزاي؟ عارفينها، اللعيب اللي بيبقى معايا في افريقيا هو اهم واحد عشان يبقى جاهز عشان بالنسبه لي. بيبقى جاهز. فما فيش مشكله خالص. فلعبت اخر ماتش. بعد الماتش ده هو مشي على طول بعد الماتش. جه بقى كان الماتش ده عملت كويس قوي يعني، عملت ماتش حلو كويس. فجاء بقى كابتن خالد قبل ما كابتن خالد يجي كنت خلاص واخد قرار ان انا مش هينفع اكمل. انا كده خلاص صعب عليا القعده. الناس مش عايزاني. فهي بتبقى معروفه يعني، الناس لما بتبقاش عايزاك بتبقى باينه. قربهم اللي انت اللاعب الوحيد اللي مثلا ما تقيدش في افريقيا. وفي اماكن يعني بتتفتح تاني. فانت مش مأيدني، فانت مش عايزني. فخلاص فاخدت القرار اللي الناس مش عايزاك وتقبلت الموضوع ده. فهو سنه بتخلص وبعد كده ايه نحلها حل نتفاهم يعني. ممكن اروح بقى اي مكان تاني. فانا كنت حابب ان انا ارجع للاتحاد قوي يعني، كنت حابب ان انا ارجع للاتحاد تاني. فخلاص يعني انا خلاص ظبطت اموري وكلمت. كنت لما بلعب في الاتحاد انا كان دكتور مشالي هو اللي ماسك الاتحاد، مش استاذ محمد مصلحي يعني. مش استاذ محمد مصلحي. بس السنه دي بقى كان استاذ محمد مصلحي جه. فهو ابن بلد قوي وبيحب اسكندريه جدا. كل الناس بتحبه جدا هناك. كل الناس بتحبه، وهو يعني انسان يعني جدع كده وابن بلد وكده. فاتكلمت معاه قلت له انا لو كده ممكن اجي السنه الجديده. خلاص احنا كده في الدوري ماشيين يعني مش احسن حاجه. فقلت لو كده خلاص هم الناس مش عايزيني كده هيمشوك وبتاع. فخلاص اروح الاتحاد تاني والنادي بحبه تاني وبلدي وسط اهلي قلت له ماشي. جه كابتن خالد جلال، الدنيا اتقلبت يعني، اتغيرت معايا انا بقى. سبحان الله بقى. انت بادئ منين وانتهت ازاي؟ كابتن خالد جلال جه لان انا يعني حالتي كويسه وواقف على رجلي جاهز لعيب بقى، عايز اعض نجيله. حطيني الحمد لله برضو. لعبت اخر ماتشين في الدوري. كان الاهلي كان عندنا كنت ماتش. انتوا كسبتوا الاهلي ساعتها. كسبنا الاهلي. كان الاهلي واخد الدوري. كان واخد الدوري وقال لك هنكمل، بس انتوا كسبتوا الاهلي ساعتها. كان واخد الدوري وكنا بقى فتره كبيره ما بكسبش الاهلي في الدوري. 10 سنين مش عارف 10 سنين. فربنا كرمنا وكسبنا الاهلي في استاد القاهره برضو. كان ماسك الاهلي ساعتها كابتن حسام البدري. فكسبنا الاهلي 2-1 كاسونجو وايمن حفني وكاسونجو صح. وكملنا بقى يعني لمينا بقى اخر السيزون بقى. فانت بتلم وخلاص، انت مش ماشي في الدوري كويس، انت الخامس باين او حاجه كده، فمالكش بطولات افريقيا ولا ليك اي حاجه. فكملنا الكاس، ربنا كرمنا بقى في الكاس. هو يعني الكاس دوت اللي انت كنت بتقول عليه بقى دلوقتي. هو ده الاسماعيلي، ماتش السيمي فاينل بتاع الاسماعيلي. هو ده بقى 4-1 ولعبنا النهائي. لعبت ماتشين الاول كنتش بجيب يعني، برضو ما كنتش بجيب اجوان. في الكاس في اول دور، في اول ادوار. لعبنا ما جبتش اجوان. لعبت دور الثمانيه ضد الانتاج باين ما جبتش اجوان. والاهلي برضو ما جبتش اجوان، بس بلعب. جينا في وقت ماتش الاسماعيلي ده بقى برضو يعني ربنا بقى بيديك كل تعب السنه في ماتشين. بجد بالنسبه لي السنه 2017 دي تعب السنه كلها. انت ما بتلعبش خالص وبعيد وكل حاجه. فحسيت ان ربنا كافئني في الماتشين دول. عملت الماتش ده، وكنت اول مره البس شرط الكابتنه. ده شرف كبير ليا يعني، من اصغر الكباتن اللي لبسوا شرط الكابتنه في نادي الزمالك. فبقول لك من يعني الحمد لله ربنا عوضني بقى السنه ديت 2017 في اخر ماتشين. يعني انا بالنسبه لي انا اخر ماتشين فرقوا معايا حياتي كلها. كنت خلاص واخد قرار ان انا ممكن امشي من النادي وخلاص وما بلعبش، والناس مش عايزاني اقعد بطريقه يعني معينه، تأيدش افريقيا عايز تمشي وكده. فربنا كرمني بقى في لعبت ماتش الاسماعيلي دوت. ماتش الاسماعيلي انت جايب جونين وتالي عامل جون كمان. لا انا الاهم من دي بالنسبه لي اللي انا لبست شرط الكابتنه. انت ساعتها برضو زي ما قلت لك، انت كنت اصغر كابتن في تاريخ نادي الزمالك. انت كنت 95 والماتش تقريبا انت كنت ساعتها حوالي 22 سنه، بتتم 23 ما تمتش 23 سنه. لا يعني من اصغر الكباتن اللي لبسوا الشاره في تاريخ نادي الزمالك. ودوت كانت عندي حاجه يعني، تحس ربنا بيطبطب عليك يا اوباما. والله السنه دي بالذات يعني، السنه دي اثرت معايا جدا. والحمد لله
لبست الشاره، كان مش عارف جنش مطرود او حاجه كده الماتش اللي قبله، او مش عارف مصاب. فلبست الشاره والحمد لله ربنا كرمني جونين وعامل جون، وعملت ماتش الحمد لله عملت يعني. ماتش كبير على الاسماعيلي ساعتها 4. وجبت جونين فيهم 4-1. وبعد كده لعبنا النهائي سموحه ربنا كرمني وجبت اخر ضربه جزاء. برضو انت كنت لعبت ضربات جزاء وانت جبت الضربه الاخيره فربنا كرمني يعني ايه خلاص بقى في السنه ديت خلصت معاك، فنشت كده معايا. كنت انا الحمد لله يعني زي ما انا بقول لك كده، بدات سنه عامله ازاي ونهيتها عامله ازاي. بعد كده بقى كابتن جروس بقى السنه اللي بعديها، واوباما بقى اسمه اوباما يعني بقى يتردد كتير، وبقى الحمد لله بقيت محافظ على مكاني الاساسي في الفرقه ومع نجوم كبيره جدا، والحمد لله ربنا جعلني سبب من الاسباب اللي انا ادخل للنادي بطولات، حاجات كنت بحلم بيها من وانا صغير. الحمد لله يعني كنت سبب من الاسباب اللي انا اشارك في دوت يعني الحمد لله. انت كنت بتحكي على سنه جميله جدا يعني 17 بالنسبه لك والموسم الاخير بتاع اللي هو الكاس 18 نفسه، وصولا بقى بعد كده ان انتوا هتلعبوا الكونفدراليه في 19 ولسه هنحكي عنها دي كتير بقى. هي البطوله الكاس ديت هي اللي دخلت لنا هي اللي دخلتكم تلعبوا الكونفدراليه، هي اللي اهلتكم للكونفدراليه. انتوا كان ساعتها تسيب الزمالك اوت وغير ان هو يلعب في اي حاجه في افريقيا يعني. فالحمد لله بقى كنت بقى خلاص ربنا كرمني الحمد لله، والناس كلها بقت عايزه اوباما ويكمل في النادي وكده. هو ده اللي عايز اسالك عليه بقى. انت النهارده قلتها لي كده نص، قلت انا والله واضح او شايف ان انا مش مرغوب فيا. فاحساس لعيب ايه دلوقتي وهو بيقول ان انا شايف ان بعيدا عن، طبعا قلت لي كده نص، بعيدا عن الجهاز الفني لان الراجل اتغير والراجل اللي بعد جه واستغرب ومشي وجيت تالت كابتن خالد، احساس لعيب ايه هو بيقول ان الاداره بتاعه المكان اللي هو بي يعني نايم قاعد واكل شارب فيه مش عايزاه، رغم ان هو الراجل ما قصرش واما احتاجناه لقيته الراجل سد وجاب بطوله واهلنا لبطوله وجبنا بعد كده معاه بطوله تانية. اللعيب ساعتها هيبقى احساسه ايه يعني يا بابا؟ انت وكان رد فعلك ايه بعيدا بقى عن انت ماشي بصيت في كتابك وذاكرت وي هل انت هتبقى قابل ده كلعيب ان انت بتقول الاداره مش مأيداني، انا مش كذا انا مش كذا؟ هو بالنسبه لي مفيش حل تاني غير كده يعني. انت المدرب مشي وجايب مدرب مؤقت والمدرب الجديد لسه جاي، فانت بعت القايمه في الوقت دوت، فاكيد يعني اكيد انت مش عايزني، انت بعت كل الناس الا انا. محدش يتكلم معاك يا اوباما؟ لا خالص يعني. بس اقول لك على حاجه، انا في النادي الزمالك ده بيتي، انا بتعامل اللي ده بيتي، ده النادي ده بتاعنا يعني، بتاعي وبتاع كل واحد زملكاوي بجد. في فرق كبير بين الزملكاوي وبين الزملكاوي بجد. فاهمك. فانا بتعامل اللي المكان ده انا اتربيت فيه وعشت فيه وقعدت فيه اكتر من بيتنا، فانا دغري انا على طول. عشان بقول لك الدغري ده ما حبش كلموني فيه ايه، فهموني فيه. لا هو خلاص هي رغبه، وفي الاخر ايه اللي حصل؟ في الاخر ايه اللي حصل؟ ربنا نصف من عند ربنا، هو ربنا فوق الكل. فايه اللي حصل في الاخر؟ فنشت احسن يعني، يعتبر احسن ماتشين في السيزون انت عاملهم، وجبت ربنا جعلك تشوت اخر بلانتي عشان تخش في البطوله الثانيه خلاص، والناس بقت عايزاك. كان دورك يا اوباما؟ قعدت في النادي، كان دوري. كان دورك في ضربات الجزاء؟ قعدت في النادي غصب عن اي حد. يعني غصب عن اي حد قعدت في النادي علشان خلاص انت عملت، والناس في ظهرك دلوقتي، والناس بتحبك، والناس فحتى لو انت ما كنتش عايزني فخلاص انت دلوقتي معلش هتعوزني، والنادي هيعوزني، والناس وراك وفي ظهرك. فبس فده كملت بقى. جت سنة جروس بقى. سنة جروس كانت جميلة عليه. سنة جروس بقى اللي لعبك جروس لعب دي معي. كانت بداية اللعب بقى اللي انا العب بقى. لا يعني ما كنتش بلعب بلعب تقريبا طول السنة. لعبت ايه لو في بعد الشر اصابة او حاجة؟ لا انا مع جروس لعبت وانا مصاب كمان. والله. لا جروس كان بيلعبني والنتيجة حلوة، النتيجة مش حلوة ما كانش بيخرجني. فاهمك. فيعني كان مرة في ماتش كان كتفي خلاص، دكتور اسامه قال له كتف مخلوع، وكملت برضو مش هتخرج. فلا كان السيزون ده لعبنا بطولة عربية، كان في ماتشات زيادة يعني غير البطولات العادية، الدوري والكاس، بطولة عربية الكونفدرالية. لعبت كله يعني التوتال حاجة و50 ماتش، 56 54 حاجة كده، نلعب 51. انت عايز اقول لك انت لاعب مع الزمالك عارف كام ماتش؟ لا ما 248 مباراة، جايب 51 جون وصنع 27. الحمد لله. مش كده بقول لك الارقام نفسها برضو ملفتة يعني. الراجل ده اما اتكلمت عنه، الراجل ده فيرود ولا الراجل ده صانع لاعب ولا راسنا؟ انا اسمع يعني، انا مش هقول لك اسمع، انا تعبت مع بابا انه لاعب 10 جايب حاجه و50 جون. ايه يا عم في ايه؟ ولا هو فيرود
طب هما لا فيرود 51 جون والله الحمد لله الحمد لله برضو يعني كل اللي قريبين مني بيتكلموا معايا فيها، اللي انا ما فهمش ولا ضربة جزاء، لا مفيش ضربه ما جزاء، فهمش ولا كوره ثابته، يعني فيها كوره واحده بس ثابته، في فاول. فاول بس، والحمد لله فاكر 50 كان في جون مين؟ من اللعب متحرك في الحرس باين في كاس او حاجه في كده. الكاس صح. اه حطيته على يمين الواد الجون فالمجون ده بقى كان صاحبي. كمان. فلا عايز اقول لك انا فاكره ليه، لان انا بدور برضه في جوانك، وده كان واخد من احسن جوان انت حاططها. الحمد لله يعني لسه كلامك، انت ليك شويه جوان كده، جون الجونه، جون اتحاد طنجه. لا انت ليك جوان. لا الجون ده اصلا ما اعرفش، انا شوت الفاول كان شيكا واقف وكان ساسي واقف، ولقيت نفسي بقول لهم انا اللي هشوت وانا مش محطوط في الفاولات، قلت لهم لا انا اللي هشوته، ما اعرفش بقى، ودخلت شطها ودخل الجون. والله يعني انا مش انا يعني الكور الثابته والضربات ما بركزش فيها قوي، بس ما اعرفش الوقت ده كنا خسرانين 1-0 كمان. ده كان تعادل. ده كان التعادل وبعد كده كسبنا 2-1. محمود علاء جاب البلانتي الاخير فاكر انا، دخلت شوت على طول، ما استنيتش، قلت لهم انا اللي هشوت انا اللي هشوت، وقالوا خلاص خش شوت جبتها جون. فيعني اعتبر ما شوتش فاولات كتير، علشان مثلا ايه واحده تيجي واحده لا يعني نوادر قوي ان انا اشوط فاولات، بس دوت انا كنت واخد القرار اشوته ليه ما اعرفش بس انا قلت هشوته. عايز ارجع معاك فتره الاتحاد برضو، حكايه الشهيره جدا، موضوع الوفاه. انت عندك ماتش الانتاج الحربي صح كده، والولد ربنا يرحمه، الوالده الوالده والناس كلها منطقه يقول خلاص ارجع يا صاحبي شوف حالك وربنا يكرم. فكان ردك انا سمعته او شفته ساعتها في الاخبار، انا عايز احقق رغبه امي ان انا اقعد مع الفرقه واكمل مع الفرقه، وربنا كرمك وبرضه جبت جون وكسبت الماتش ده. لا الموضوع صعب. الحدث ده انا بالنسبه لي مش سهل ان لعيب يعني في ظروف زي دي ويبدا يشوف اكل عيشه، مش هقول لك بقى بيلعب كوره او ما بيلعبش كوره، بس يشوف اكل عيشه. مش حكايه اكل عيشه، بس حكايه الموضوع يعني صعب بالنسبه لي في الوقت ده كمان. يعني كانت امي كانت مريضه، فكان الموضوع كان صعب بالنسبه لي اصلا يعني كله. ومش حابب اتكلم فيه بجد. بعد مرحله الاتحاد يا اوباما احنا رحنا على دجله كانت فتره بتهيألي مش موفقه قوي، كنت مصاب فتره طويله. قعدت جالي مزق في الاماميه، قعدت فتره كبيره يعني ما لعبتش خالص يعتبر. ما حسيت انت لاعب هناك 14 ماتش تقريبا ما كنتش بادئهم اصلا كلهم؟ ما لعبتش، لا ما يعتبر السنه كلها. بقول لك المزق ده طول شويه في رجلي، كل ما انزل الملعب اتصاب تاني، كان حظي وحش يعني معاهم خالص، وما لعبتش. يعتبر السنه ديت كانت اوف بالنسبه لي. ورجعت على الزمالك بقى 17 البدايه بقى الحقيقيه البدايه اللي انا كنت عليها بتكلم بقى. كنت انت خدت الاول رقم 14 صح كده؟ لا خدت اول حاجه 10. اول ما رجعت 10 من شيكابالا كده، ما شيكابالا رجع لعبت ب 14 في سنه 11. مش عايز تتكلم عنها دي انا عارف. لا انت ما بتحبش موضوع 11 ده خالص. الرقم ده صعب يعني، صعب في الزمالك. مش صعب، هو صعب في الزمالك. وبعد كده خدت 14 بقى، الرقم اللي هو يعني ايه ده موسم 19. ده موسم 19. لا خدت 19. احكي لي بقى على لا 19 ديت انا كنت بلعب ب10 برضو ايام جروس، كملت ب10، وبعد كده لما شيكا رجع في اخر 19 لعبت ب 11 سنه، وبعد كده لعبت 14. احكي لي بقى اوباما عن الكونفدراليه لا 2019 عشان عايز اطلع منها وراك على الدوريين بقى اللي ورا بعض بتوع الزمالك اللي هم 2021. واحكي لي الكونفدراليه دي بقى، لان انا اما دورت وراك لا انت لعبت كتير وساهمت كتير، يعني انتوا في ماتش اصلا كنتوا تطلعوا بره، كنتوا هتخرجوا من البطوله تقريبا بيطلع اتريكت وانت جبت جون بتاعتكم اللي هو بالهيد تقريبا، انتوا كملتوا البطوله على اثر الكلام ده. وكان ليك جوان كبيره قوي في اتحاد طنجه، انتوا رقصنا وبتاع وي وجون حاجه كده اللي هو مارادونيه بس على قدنا. لا يعتبر الجون اللي انت بتقول عليه ده اللي هو رجعنا البطوله تاني، يعني احنا خلاص كنا خسرانين 1-0 وكنت لازم تكسب اصلا، يعني احنا داخلين عايزين نكسب، فخدنا نقطة والظروف بقى الحمد لله خدمتنا وصعدنا ب9 نقط أول مجموعة. فكان جون مهم جدا والحمد لله كملنا بيه يعني. احكي لي عن بقية البطولة دي، هل دي أغلى بطولة بالنسبة لك يا اوباما؟ انت واخد مع الزمالك 3 دوري و5 كاس وكونفدرالية سوبر مصري واعتقد سوبر افريقي. لو انا جيت اقول لك اغلى بطولة في دول كلهم تقريبا عند اوباما؟ لا بطولات كتيرة وغالية،
بس 12 دي بطوله مع الزمالك. الحمد لله. بس دي البطوله الاصعب. الأصعب. بداية. مش الدوري بتاع 21. لا، دوري ال 21 اللي انت بتقول عليه ده برضو كان يعني عشان كده بقول لك بطولات الزمالك بتبقى مختلفه، بيبقى ليها فرحه خاصه بسبب ال الاجواء بتاعتها. الاجواء، انت الموضوع بيبقى في الاول الناس حاسه اللي هو مش خلاص، والموضوع بيبعد وانت بعيد، يجي الزمالك من اخر الدنيا. زي برضو البطوله اللي فاتت بتاعت 21 بتاعت 24 ديت برضو. النهائي البطوله دي لازم خسرت هناك 2-0، لازم تكسب هنا 3، يجي فيك جون بقى 3-1، لازم تجيب 4. فالموضوع كان الكونفدراليه الاخيره. كان الموضوع برضه. هي التفاصيل ديت هي اللي بتخلي البطوله بتبقى بتقول دي صعبه ولا البطوله دي سهله ولا البطوله. اغلى بطوله على قلبك فيهم هي 19 وبعديها بتاعت الاخيره بتاعت 23 الكونفدراليه الاخيره. الاثنين دول. بالنسبه لك اللعبه في افريقيا غير انك تلعب في الدوري هنا، وبما خاصه في وجود جماهير الزمالك اذا كانت معاكو في الاستاد هنا او الجماهير بره. انت لعبت بقى، رحت لعبت المغرب ولعبت الجزائر ولعبت. هل الموضوع بالنسبه لك الضغوطات فيه اكتر يا اوباما؟ طبعا. ضغوطات بالنسبه في الملعب مثلا عليك اكيد كلاعب طبعا بتفرق معاك. وبعدين انت يعني انت زي ما قلت لكم الكونفدراليه النهارده بقتش البطوله العاديه، يعني كانت على الاقل في الفتره الاولى بتاعت 19 اللي كان بيطلع من افريقيا كان بينزل على الكونفدراليه، فانت كنت تلاقي فرق تقيله في الكونفدراليه. لا بس الجمهور، لا طبعا الجمهور في لو بتلعب في مصر بيحفزك، بيديك باور جامد جدا منهم. انا عايزك الماتش اللي انا بقول لك عليه دوت، الماتش ده انت خسران هناك 2-0. ارتا سولار صح. ماتش ارتا سولار دوت، انت بص بقى كسبته هنا مش عارف 3 ولا 4. لا كسبنا 4-1. 4. ولو كسبت 3-1 تخرج. انت لازم كنت تكسب 4. صح، ده في الكونفدراليه الاخيره. الماتش دوت انا كنت قاعد على الدكه. الماتش ده انت خسران هناك 2-0. صح. لا اتفرج عليه بقى واتفرج على الجمهور. لا بجد، جه هنا الشوط الاول انت خسران 1-0. صح. الجمهور يعني الموضوع بيتصعب خلاص. الجمهور بيشجع يعني بيشجع بطريقه كأنك انت اللي كسبان. لا بيحسسك الماتش بيروح منه هو. فبيموت نفسه في المدرج علشان خاطر الكيان او عشان خاطر النادي او عشان فانت ما بالك بقى في الملعب عايز تعمل ايه. فدي لقطه من اللقطات اللي انا عمري ما هنساها، اللي انت 2-0 هناك وتيجي هنا يدخل فيك جون بقى 3-0، فانت لازم تجيب 4 في شوط واحد. الشوط الثاني بقى تردم الدنيا. لو في جمهور تاني في مكان جمهور الزمالك ممكن ياخد بعضه كما مشيوا اصلا، ممكن ياخد بعضه ويمشي. بنشوفها كتير يعني. ممكن يجي التالت ييأس ويمشي. عشان كده بقول لك جمهور الزمالك مختلف تماما، علشان التفاصيل ديت تفاصيل انت ما بتشوفهاش، انت بتعيشها. في فرق كبير جدا بين اللي انت تسمع عن التفاصيل او تشوفها من بعيد او تتفرج عليها، وفي فرق بين اللي انت بتعيش. فجمهور الزمالك بيعيش التفاصيل. فهو ده اللي مميز جمهور الزمالك، هو ده اللي بيخلي جمهور الزمالك غير علشان دي عمرك يعني يعني بالكلام بقول لك يعني عمرك ما تشوف واحد زملكاوي يقول لك انا زملكاوي بس ماليش في الكوره. لا مفيش الكلام دي عمرها ما هتحصل. والزمالك هتلاقي حافظ هتلاقي عشان كده اقول لك جمهور الزمالك جمهور مختلف تماما يعني. وانا بحبه جدا جدا مهما يعني، انا واحد منهم يعني. والدوري بعد كده 21 22 يعني. ليه برضه ليه بكلمك على الدوري ده بالذات رغم انت خدت دوري تاني مع الزمالك او واخد 3، بس الدوري ده انت كنت تاني هداف الفرقه بعد بن شرقي لو انت فاكر. كان بن شرقي هو ساعتها الهداف. انت وراه 13 مساهمه 10 تجوان و3 صناعه. فانت وبن شرقي لوحدكم كده بالبلدي. كان جايب كام هو كان جايب اكتر منك بجونين او 3 تجوان حاجه كده. كان جايب بلانتيات ابن اللذين. معلش بس صاحبك لا ده حبيبي وده لعيب كبير جدا اشرف واضافه لينا في الفتره دي. كان نقله كبيره جدا للمحترفين في مصر بصراحه. كان اضافه لينا جدا وكان لعيب كبير ولعيب قدر في وقت من الاوقات يشيل اسم النادي ويرفع. انت وهو كنت نص الفرقه حرفيا. لا كلنا والله بجد. بس انا يعني بنكش يعني. بس هو لا بجد لعيب جامد. وجا فتره معينه كان بيشيل الفرقه لوحده ويخلص ماتشات. لا كواليتي لعيب كبير. وانا مبسوط جدا جدا ان انا كنت بلعب معاه يعني. هاي القرن بقى ماله كوش موجود كورونا. انت بتديني على طول كده يعني. ده بتديني على طول واحده. مش قلنا موسم 21 خدت الدوري وكان في مشكله بقى لسه هنتكلم عليها في افريقيا.
الموسم ده كان فيه زي كده ايه نسميها صراع بين الاهلي والزمالك على نطاق كبير شويه، دوري وافريقيا. الزمالك غلب الاهلي في الدوري ماتش 3-1، كان ماتش كبير جدا للزمالك. كان ساعتها مصطفى محمد تقريبا وبن شرقي لو انا مش غلطان، وحد كمان كان حد لعيب صغير. اسامه. اسامه صح كده. فالناس كلها بقى كانت داخله الفاينل بتاعت افريقيا، بيقول لك بافضليه شويه للاهلي. فاينل في ماتش سوبر. لا ماشي السوبر حاضر، وغلبت السوبر صح بالظبط كده. الزمالك برضو غلب الاهلي في السوبر، كان ساعتها ضربات جزاء. ايوه خلاص. فانت تحس ان في افضليه، وانا ما بتكلمش برضو على لعيبه، لان انا فاهم ان اللعيبه بتركن ده كله على جنب الماتش بماتشه، بس انا بتكلم الاعلام كان ضاخخ في الميديا ان باشا يلا هنبدا نجيب الحصاله ونعد على الاهلي 4 ولا 5 تجوان. وانا هبقى هلاقين ان انت ردك ان ده اكيد مش حساباتنا لعيبه نادي الزمالك، للعيب الكره اللي فاهم بيبقى حاسب ان لا انا ماتش بماتشه، انا فرقه محترمه قصادي فرقه محترمه، فالموضوع بالنسبه لك مختلف. بس في وسط الحسابات دي كلها هوب ايجابي كورونا. فتره تعرف الكورونا دي جات لي فين؟ وانا في الاستاد وانا بتمرن، دكتور اسامه قال لي تعالى بس عايزك على جنب. تسخين الماتش قبل الماتش بيوم. قبل الماتش معسكر الماتش. اوكي كنا معسكرين قبلها بيومين، فبنتمرن في التمرين اللي قبل الماتش. دكتور اسامه قال لي كان ساعتها كله بقى ايه بنعمل اختبار كل ساعتين، انا فاكر كان كل يوم اختبار ده في ناس اتسحبت من اوضه اللبس اللي هو الليله اللي قبليها. ايوه بالظبط. فلقيت دكتور اسامه بيقول لي تعالى، سليمان وديانج خرجوا من اليوم اللي قبل الماتش. دكتور اسامه بيقول لي تعالى عايزك عملت عرفت خلاص. قلت له كورونا يا دكتور؟ قال لي تعالى بس عايزك اهدى بس اهدى. قلت له طيب خلاص. وبقى خلاص بقى اتضايقت جدا جدا ان انت بتقول نهائي كان نفسي العبه، بس هو برضو يعني هي ظروف برضو نادي الزمالك ظروف بيتحط فيها. كنت مش انا لوحدي، كنت انا والونش. انت والونش صح، وعبد الله جمعه. يعني يعتبر احنا الثلاثه كنا بنلعب ساعتها في التيم في الاساسي. كانش باك ليفت ساعتها في الزمالك تقريبا. لا لعب الماتش ده اسلام جابر وهو اللي لعب باك ليفت. وكان الثلاثه كنا بنلعب طول السيزون. عبد الله جمعه كان مكسر الدنيا في سنه جروس، وينش كان ما شاء الله عليه. السنه دي انا كنت مش كويس فيها، فكنا الحمد لله كنا عاملين اصلا سيزون حلو قوي. فكانت الظروف وبرضو يعني الحمد لله على كل شيء. يعني هو عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الفكره بقى ان انت في موقف حصل معاك بعد الماتش ده عندك انت في اسكندريه. حلوه دي الموقف كنت انا خلاص بقى رجعت وهارد لك وخلاص يا كابتن. لقيت مره واحده عند البيت خسرانين. انا ما بنزلش، قافل على نفسي، الدنيا بايظه خالص معايا خلاص وزعلان ومتضايق. لقيت جمهور الاهلي لقيته جاي تحت البيت عندي. انا في منطقه شعبيه، فكلنا بقى اللي عارف انت اللي بتتفرج على الماتش وتخرج تحتفل صح. فلقيت كله بيشجع بقى. يعني انا اللي فرقت معايا، وطبعا بحبهم اخواتي وصحابي يعني اللي من جمهور الاهلي، يعني بحبهم ومفيش ما بيني وما بيني اي مشكله خالص. يعني بالعكس انا بعتبر من الناس اللي الناس تشوفني تقول لي انت اهلاوي بس بحبك. ديت انا عندي حاجه يعني حاجه كبيره جدا. الناس تحترم بعض في الكوره. انا خصمك في الملعب بحترمهم جدا وبحبهم جدا جدا. يعني بعد اللقطه ديت برضو يعني الموضوع بالنسبه لي خلاص بقى. يعني الموضوع بالنسبه لي حاجه حلوه قوي لما الناس تبقى نازله تحتفل ويفتكروك انت وعندهم في المنطقه ويجوا يقولوا لك سلامتك ويهتفوا لك وهم جمهور النادي الاهلي. فدي حاجه كبيره جدا بالنسبه لي ساعتها، وكانت مفاجاه بالنسبه لي. فطبعا بشكرهم جدا 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 طبعا. يعني بعد البطوله دي يا اوباما بداتوا الموسم اللي بعديه، وبرضه اعتقد الزمالك بعد كده برضه خد الدوري بتاع الموسم الثاني. كان ايه رايك في الموسم ده؟ برضه كان موسم طويل، انت عارف احنا لحمنا بعد الكورونا قعدنا شهرين 3 وبعد كده رجعنا، وبعد كده لحمنا تاني موسم في موسم. والزمالك قدر برضه يخلص الدوري الثاني على التوالي ساعتها. كان ساعتها اعتقد لو انا مش غلطان كارتيرون جه في السيزون في الفتره دي صح كده، وقفل علينا وعملنا ده. فاكر انا الفتره ديت كنت عايز بس اقول حاجه قبل بتاعه الكورونا ديت. نهاية القرن للاسف يعني في بعض الناس يعني
اتهموني اللي انا مثلا كنت رايح اعمل خطوبتي قبل قبل الماتش النهائي، فانا تمام. عشان عملت خطوبتي فجالي كورونا. ده انا قلت يعني ده الكلام ده ما كانش فيه خالص على فكره، وما لا، بحبش قول بقى. ارد على الناس خالص، قول. بس عشان انت حبيبي والله. حبيبي يا اوبا، حبيبي يا اوبا. دي برضو من الحاجات اللي زعلتني جدا، اللي انا الموضوع مختلف تماما. الموضوع ده حاجه وده حاجه تانية خالص. اللي انا عملت خطوبتي وبعد كده لعبت ماتش في الكاس وكسبنا، بعديها باسبوع دخلنا معسكر. ولسه الماتش فات عليه بتاع 3 4 ايام، يعني داخل معسكر ودخلنا بدري. معسكر. انت بقى قبل اي ماتش، يعني قبل الماتش اللي بعد الخطوبه، انا عملت مسح تمام، لعبت صح الماتش صح. وانا داخل لعبت بعد بص الخطوبه بقى الماتش وعملت مسح. دكتور اسامه بيعمل ايه بقى قبل ما ندخل المعسكر؟ قبل ما ندخل بيعمل مسحه اه صح، للعيب. كل الناس كانت قبل ما تخش الفندق بتعمل مسح، صح بالظبط صح. كده. دخلنا الفندق وتمام، بعد كده قعدت يومين في المعسكر تمام. بعد كده ليله المباراه بقى او قبل الماتش بيوم انا طلعت كورونا. فدي حاجه من اللي زعلتني، اللي الناس حكمت عليا بطريقه مش احسن حاجه ان حد يعني. يجي يقول ان اوباما سبب لا الموضوع ده هو خطوبته يعني. اللي هو انا عشان مثلا رحت مثلا التجمع بتاع خطوبتي فهو ده اللي فهو ده تعبني. اللي تعبني. لا الناس، هو في ناس معينة عايزة تطلع صورتك كده بطريقة مش احسن حاجة، ودي مش حقيقة خالص. ودي كانت مزعلاني جدا، وجا في وقت اقول اللي انا ارد فيه. انا مش من النوع اللي انا اطلع ارد واقول واعمل، بس جا في وقت كده اللي انا ارد معاك. فقلت بس اوضحها يعني للناس. عايز اقول لك انا برضو ليه الكلام ده يمكن ما رضيتش اسالك عليها. هي ما اتقتش كده، كانت في بعض الاخبار يقول لك ده في لعيبه بتهرب من الماتش او بتدعي فكره التمارض عشان فكره ايه ان ما تلعبش ماتشات كبيره. فالواحد بيبقى في لعيبه ترد يا جدعان، ده احنا بنستنى الماتشات الكبيره. مفيش اهم من الماتش ده. يعني احنا مفيش بنستنى اهم الماتشات الكبيره. مفيش اهم من ماتش الاهلي، ماتش الاسماعيلي، ماتشات الكبيره ديت، ماتش بيراميدز. الماتشات الكبيره ديت اللعيب بجد بيستناها فعلا. طيب لو هكلمك على جروس، فيريرا وباتشيكو وكارترون، دول 4 اسامي مدربين اجانب وقعدوا فترات مش قليله في الزمالك، فترات محترمه يعني. مين اكتر حد ممكن يكون مثلا يعني اثر معاك او عارف بلغه الكوره لاعب اوباما؟ الاربعه انا بحبهم جدا، عشان الاربعه اثروا مع نادي الزمالك. يعني عملوا حاجه النادي الزمالك استفاد منهم هم الاربعه. فديت في حد ذاتها انا بحب اي حد يفيد نادي الزمالك. فالاربعه بحترمهم جدا وبحبهم جدا. اللي هو احنا في الوقت اللي احنا كنا فيه استفدنا منهم وهم فادوا النادي. فكلهم يعني. اكتر حد كان فيهم قريب لقلبك مين؟ لقلبي ماشي في القلب اكيد جروس طبعا. جروس. مم. علشان كنت بحبه، وكمان كان حظي حلو معاه، اللي انا عملت سنه حلوه قوي معاه. فطبيعي انت المدرب اللي بتلعب معاه وبتبقى بتحب فايق تكون قوي معاه. معاه، بتحبه من نقطه في القلب. اما كحاجه مثلا او تدريب او كده، كلهم الصراحه كلهم الناس كانت شاطرين. بتحكي على نسخه زمالك فيريرا دي حاجه ملهاش حل. من عشان كده بقول لك مستر فريرا يعني فاد اللعيبه والنادي استفاد منه جدا. فانا اي حد، كارترون خدنا معاه دوري وخدنا معاه سوبر صح، وخدنا كارترون معاه كسبت معاه بطولات وفيريرا كسبت معاه بطولات. و... و... فاي حد بيفيد نادي الزمالك، بيدخل بطولات نادي الزمالك. جوميز دخل بطولتين حلوين جدا، بطولتين افريقيه. فطبعا بحترمه جدا كنت وبحبه اسالك جدا. على الفتره الاخيره في الزمالك انت. يعني السنه الاخيره لما كنت مع جوميز، فايه رايك في المنظومه؟ لان الناس كانت بتقول لك ان الزمالك مشاكله كانت يعني كتير، الايقافات القيد وتتابع الادارات، وتحس ان هو فعلا لعيبه الزمالك دي في حرب جوه. يعني هم بيحاربوا علشان يلعبوا، بيحاربوا عشان يبقوا مستقرين نفسيا ومستقرين ماديا، وكميه ضغوط عليهم، وتلاقي بقى اعلام بعد كده مش راحم، والجمهور هو الوحيد اللي واقف في ظهره. الفيلم العربي ده كله. خلينا في الاربعه اللي انت قلت لي عليهم. الاربعه بالنسبه لي كان اقرب واحد ليا جروس. تعديتني خلاص. لا هوا. لا انا يعني جروس. وبقول لك اي حد بيفيد نادي الزمالك جمهور الزمالك بيحبه. يعني ايا كان ايه، ولا كان اسمه ايه، ولا ايا كان خد بطولات مع النادي او اضاف للنادي. فالجمهور بيتعامل معاه معامله خاصه. وده بيتعامل معاه مش مع المدربين بس، مع اي حد يدخل النادي. اي حد ايا كان ايه، لعيب
رئيس اي حد في النادي يخش النادي في الفتره اللي هو موجود فيها في النادي قدر يفيد النادي، فبيبقى عند جمهور الزمالك بيبقى في حته كويسه يعني. مش هترد عليا عشان برضه؟ ده حب النادي. الفترة الأخيرة اللي في النادي مش آه. عايز أتكلم عليها خالص، علشان أنا متعود معاك اللي أنا بتكلم بقلبي، أنا مطلعتش ولا بتكلم ولا أي حاجة، فأنا مش حابب أتكلم معاه في الفترة اللي فاتت دي خالص. كانت صعبه يا اوباما؟ مش حابب أتكلم علشان أنا بجد يعني بحب النادي، يعني أنا بحب نادي الزمالك انت كنت جايب اخر موسم ارقام كويسه، 8 اهداف تقريبا صح؟ اخر موسم كنت جايب 8 تجوان في مع الزمالك. 8 تجوان في الدوري. اه في الدوري اه. وجايب 3 بره الدوري، 3 في افريقيا، واحد فانا في قصدي انت كنت ماشي الكاس كويس. واتنين في ملهاش علاقه بيا. مم. الموضوع ملهاش علاقه بيا، انا بس العلاقه كلها بنادي الزمالك، وانا بحب نادي الزمالك. ونفسي بجد اي حد يبقى جوه نادي الزمالك يخدم نادي الزمالك الاول. يعني انا تقول لي نفسك في ايه، اقول لك نفسي واحد من الجمهور، يعني حد من الجمهور يبقى في النادي، الجمهور، علشان مش محبين عايز. الزمالك نفسهم هم اللي يسوقوا يعني. في ناس محبة بجد، يعني انا بحترم جدا الفترة اللي فاتت ديت المحبين بجد اللي انا عاشرت وقت معين معاهم، كانوا بيقفوا جنب النادي فترات القيد وفترات الحاجات ديت، بيقفوا جنب النادي عشان خاطر النادي، مش عشان خاطر مصالح مش مفيش شخصية مصالح في الموضوع خالص. خالص اطلاقا. وممكن ما يكونش هو ظاهر في الصورة، وانا اعرف ده كويس جدا يعني. في ناس كتير عملت كده وبتحب النادي بجد، وللاسف في نادي، يعني مش عايز اتكلم في في تفاصيل. ناس بتحسها بتنتفع من النادي او لا ما اعرفش يعني. بتصطنع حب النادي. ما مش لا انا مش عايز حاجه، مش عايز انا بس نفسي اللي يشتغل في النادي بيحب النادي، يشتغل اللي هو انا في النادي عشان جمهور نادي الزمالك. والله بجد احسن حاجه في نادي الزمالك هو جمهوره. لو كل واحد اشتغل في النادي وبص للجمهور وعرف الناس ديت بتعمل ايه علشان خاطر النادي وبتصرف ازاي وبتروح فين، وبيجوا بيسافروا معاك في كل حته تروح انت في اخر الدنيا في افريقيا تلاقيهم موجودين. يعني بيصرفوا ازاي بقى شايف؟ احنا اللي بنسافر بنقعد مثلا 14 ساعه في الطريق، هم بيجوا ازاي بقى؟ فجمهور الزمالك بجد يعني يعتبر بالنسبه لي انا يعني هو اللي موقف النادي، حقيقي. هو جمهور حقيقي. الزمالك. فمش عايز اخش بالذات الفتره الاخيره دي، بلاش مش يا عايز عم اتكلم الفتره فيها. الاخيره، تعال نتكلم عن اصحابك. طب هناك حتى اصحابي حبايبي كلهم اخواتي انا كنت لسه بتكلم معاك على امثله كتيره جدا. قيمه لعيب الكوره دلوقتي في المثل الجاي دي يا اوباما. انت النهارده مثل اعلى الناس، وفلان مثل اعلى الناس، وكنا بنتكلم ان من الامثله المحترفه الكبيره جدا الفتره الاخيره هو مصطفى محمد، ربنا يحفظه. راجل فيرود النهارده بنقول متكامل. اكيد شيء كتير احنا بنسمع عن حكايته من اول ما كان، قبل ما كان في الزمالك، وصولا للزمالك ماتشات كبيره، ثم فكره سفره تركيا اعتقد في البدايه، واحترافه دلوقتي في الدوري الفرنسي، ووجوده مع المنتخب كمان. شايف تجربه زي دي ايه؟ انا ليه بسالك على مصطفى؟ عشان حد عاشرته سنين، وانت بتقولي ان هو مصطفى يعني حبيبك وصاحبك. مصطفى اخويا يعني. فطبعا في البدايه يعني بشكره جدا على مجهوده اللي عمله. مصطفى تعب وهو صغير وراح اعراض برضو واتصاب، ويعني اتصاب اصابه طويله برضو شويه وعطلته، بس هو كمل وعافر وربنا وفقه وكلل مجهوده وتعبه وصبره دوت بحاجات تانية كويسة كتير. فطبعا بشكره على الفترة اللي هي وهو صغير فيها، اللي هو تعب فيها. وبرضو بتمنى له كل توفيق ان شاء الله، ربنا يديله ويكرمه اكتر واكتر ويكسر الدنيا، وهو لسه عنده كتير ان شاء الله باذن الله. لعيب فعلا قوي، لنفسه والمنتخب ان شاء الله. فرق مع الزمالك فتره وجوده، وفرق دلوقتي مع المنتخب. انت لو بطوله افريقيا فاتت كان راجل الله اكبر. لا مصطفى امكانياته ما شاء الله عليه، ما شاء الله، ربنا يا رب يحفظه ويبارك له يعني، ويكمل ويكسر الدنيا ويفضل دايما كده متألق ان شاء الله باذن الله. انت تحب تلعب جنب فيرود ولا انت التسعة، انت الفيرود؟ لا احب العب جنب فيرود 10، ولا اللي هو بيسموه احنا الفولس ناين او الشادو سترايكر يعني. يعني هو فيرود معايا، بحب العب وجنبي فيرود. سمي لي طيب فيرود تحب تلعب معاه بغض النظر بقى خلاص كل اللي لعبت معاهم بقى. لا مش قصدي على اللي انت لعبت معاهم. انت لو عايز النهارده اقول لك اختار لي راس حربة فيك يا مدورة تلعب معاه، تعرف تخدم عليه زي ما بنقول بالكوره، تحب من الحركات، وانت راجل شفت في الملعب كتير. العب لا ممكن اقول لك العكس. قول لي. العب رقم 9 في حالة واحدة. لو مين اللي اداك الكوره؟ مين اللي بصيلي؟ مين اللي خدم عليك؟ طيب كابتن حازم الكبير. اه حلوة دي.
دي طبعا دي يعني كنت يا عم، ده نص جوال حسام حسن حازم امام يا راجل. منتخب حازم امام بجد حسام حسن. بجد كابتن حازم. كابتن عبد الحليم علي، هوب خد يا حازم، هات يا عبد لا، الحليم. كابتن حازم سبب من الاسباب اللي خلاني احب نادي الزمالك حازم بجد. امام. انا كنت بشجع الزمالك، بس حبيت تفاصيل كابتن حازم امام. اثر في يعتبر في جيل كامل، مم. وممكن يكون غير ناس كتير تحب هو شخصيه الزمالك. جميله قوي بصراحه. انا من قبل ما اعرف شخصيته هو بجد ممتع، مم. ممتع جدا جدا جدا. وانا صغير كنت بحب اتفرج عليه جدا. يعني لو قلت لي تلعب مثلا مين، لا ما احب العب فيرود عشان هو بصيلي بجد. انا يعني ماليش في الفيرود، بس لا انا العب كنت عايز اقول فيرود لك عشان انت اصلا انا عكستها لك احسن يعني بدل ما اقول اي حد تاني. فبجد من وانا صغير كنت احب اتفرج عليه قوي. وكنت يعني كان مثلي الاعلى بجد. مين كنت لسه اسالك مين بالنسبه لك احسن لاعب في تاريخ الزمالك بالنسبه لاوباما؟ رايي الشخصي انا بالنسبه لي احسن لاعب في الزمالك او في تاريخ الزمالك هو انت ايه كنت انت بتقول؟ انت انت بقول لك لو بالنسبه لاوباما انا احسن عشان لاعب في في الزمالك طفولتي في كلها، تاريخ الزمالك، او في طفولتك او في انت عينك شافته او في رايك الشخصي. في طفولتي انا كنت بشوف حازم امام حاجه بشوفها. مم. يعني حاجه عندي، انت بتتكلم على اللي حاجه شفتهم. كبيره. شفتهم وانا قبل ما انت بتقول مثل الاعلى. اه. فما لعبتش معاه، ما اتعاملتش معاه، ما قعدتش معاه. يعني حتى هو جه مسك النادي ما كنتش انا موجود، مم. مسك مدير كوره ما كنتش انا موجود. مم. بس انا كنت وانا صغير طفولتي كلها كانت حازم امام. يعني كنت بحب حازم امام قوي. لما كبرت، بيبقى في حاجه اسمها مثل الاعلى، بتكسبه بالخبرات. مم. يعني في لعيبه كبيره تستفاد منها على مدار السنين اللي انا قعدتها في النادي. في ناس استفدت منها كتير جدا، وكانت شرف ليا ان انا العب معاهم والعب زي مين؟ جنبهم. بجد بجد يعني في حد مش هيتكرر تاني. شيفو، كابتن عبد عشافي، الشافي. يا راجل. بجد حاجة تانية خالص يعني يا اخي ده بجد. تراب الارض بيعشق الراجل ده او ال- بيحترم الراجل ده بالطبع. انا مهما، زملكاوي، اهلاوي، محلاوي، ترساناوي، ما هو اتحداوي، ده بقى اللي انت يعني زيمباوي. هو ده بقى اللي انا بكلمك فيه. اللي انت ممكن تقعد تقول مثلا، بس لما تتعامل مع حد معين تقول انا نفسي ابقى زي دوت، انا نفسي عبد ابقى الشافي حاجه زي كده. من الجيل بقى اللي هم، انا مش هنسى ماتش الجزائر ده. لا، انا اتكلم على عبد الشافي. انا يعني اخلاق واحترام مهما اتكلم عليه ومهما اقول عليه. لا، في حاجات كتيره بقى انا في حياتي الشخصيه ومش عيب اللي انا اقول كده، استفدت منه. مم. راجل بره الكوره حاجات في حياتي يعني. مم. فده يعتبر بجد أسطورة حية بجد. يعني حاجة لازم كلنا نتعلم منها، وحاجة نحبها جدا. اللي هو إنسان قبل ما يكون لعيب كورة. فأنا بتشرف جدا جدا اللي أنا لعبت معاه بجد. بعد كده بقى بعد فترة الزمالك الإعارة بتاعت نادي الحزم. اه عايز أسألك بقى على فكرة تجربة بقى، دوري يطلع بقى بابا من مصر خالص، ودوري يلو دوري الدرجة التانية في السعودية، على قوة التنافس هناك والفترة اللي قضيتها. أعتقد كانت فترة حابب أسمع منك رأيك مثرية. أنت استفدت 6 شهور هناك. مفيش حاجة ما تستفادش منها مم. حتى لو المقارنة بين اللعب هنا وهناك. انت راجل عشت بقى فشفت ملاعب، شفت إدارة ملعب، إدارة ايه كورة. قصدك؟ ايه بتقطع في الملاعب اللي هنا انت ولا ايه؟ جميل يا راجل. طيب امال ايه؟ مالك يا راجل في ايه؟ لا، هناك بيدوا كل حاجه حقها بجد. يعني مم. كل اللعيب لعيب، الاداري اداري، يعني منظمه الكوره، كل واحد في مكانه. فده في حد ذاته يعمل لك اجواء كرويه، تعرف تستفاد، تعرف تفيد، تعرف تعمل حاجات كتير قوي. مم. فديت حاجه كانت جديده عليا، اللي انا كنت اول مره اخرج يعني بره مم. مصر. واستفدت طبعا منها كتير يعني. انا ليه بسألك؟ لان الفترة الأخيرة ما تجددش العقد مع الزمالك. اتقال بقى كلام كتير ان اوباما اصلا عنده عروض بره، ان اوباما كان ممكن يكون موجود في السعودية او في دولة من دول الخليج. بس بعد كده لا، انا قرر اوباما ان هو يختار بيراميدز. قال لك عايز اعرف بقى منك قرار الاختيار نفسه. الكلام كان مع كابتن حازم فتوح ولا؟ لان كابتن حازم فتوح برضه كان بيقول لك انا كنت حاسس ان اوباما ممكن يكمل في الزمالك، او يبقى انا اتفاجئت مثلا بتعامل، او يعني فكره ان هو لا انتقل لبيراميدز. فاحكي لي التجربه والفرصه اللي كانت مطروحه قصادك يا اوباما. بص، الموضوع ده بالذات فيه تفاصيل كتيرة جدا.
تفاصيل كبيره جدا، وانا من بحس باللي هو واجب عليا اللي انا اوضح للناس. عشان انا حسيتك بقى تقولي تفاصيل كبيره ومش هحكي حاجه، كنت بالمايك ما بقى أنا وهاخده ما انا وامشي. لسه هكمل لك. عشان ما تجيبليش الضغط. بجد والله تفاصيل كتيرة جدا ولازم احكيها للناس. بس انا دلوقتي بلعب في نادي كبير ومكان كبير جدا، فانا مش هينفع اتكلم في اي حاجة خالص في التفاصيل دي بالذات، علشان انا زي ما قلت لك في النادي اللي انا فيه نادي كبير وعنده فكر وعنده سياسة خاصة كده. فلازم لازم يعني ابقى يعني على قد ما اقدر ما يعني ابقى بحترم المكان اللي انا فيه، وانا بحبهم جدا. وان شاء الله يعني باذن الله معاهم نحاول نعمل حاجة جديدة تليق باسم نادي بيراميدز، وهو يستاهل. يعني نادي بيراميدز عمل كتير في الكرة المصرية، فان شاء الله باذن الله نبقى حاجه نعملها تسعد الناس كلها ان شاء الله. بص انا هحترم رغبتك ماشي، وهبلع كل اللي انت قلته حاضر، واقول لك ماشي يا اوباما، ايه واسالك سؤال تاني يا سيدي. ايه اللي اقول لك حصل؟ دلوقتي انت احنا مدركين قوه نادي بيراميدز حاليا ومتفقين طبعا على المستوى، فهل شايف ان الدنيا فعلا في التنافس بين اقطاب القرى دلوقتي ما بقتش اهلي وزمالك بس؟ انت بتتكلم اهلي وزمالك وبيراميدز. التنافس على الدوري بقى السنه اللي فاتت كلها كان الاهلي تقريبا وبيراميدز. اما رحت السوبر برضو كان تقريبا لقاء قمه كبير بين الزمالك وبيراميدز. فانت شايف، عارف لما بيتقال لك كده خريطه الكوره زي ما انت قلت اتغيرت في وجود نادي زي بيراميدز حاليا بالقوة الاستثمارية بتاعته او بالقوة الادارية باللاعبين بالمنظومة اللي موجودة، وايه اللي ممكن تعمله او يضيفه اوباما او يوصل ليه مع نادي بيراميدز؟ زي ما انا بقول لك، زي الكلام اللي انت بتقوليه، احنا رحنا السوبر، شفت ماتش قمه بين زمالك وبيراميدز، ماتش بيبقى بيتعمل له حساب وبيتعمل له ضجه كبيره جدا، زيه زي اهلي وزمالك دلوقتي. زمالك وبيراميدز، زمالك واهلي وبيراميدز. بيراميدز يعني نادي خلاص حط نفسه وسط الكبار وبينافس، وده ما بيجيش من فراغ، ده بيجي من تعب وجهد والناس تعبت بجد السنين اللي فاتت ديت عشان تحط النادي في المكانه ديت. فطبعا حاجه تتحسب لهم وبشكرهم جدا. يعني السنين اللي فاتت ديت اللي هم تعبوا عشان يحطوا النادي في المكانه ديت، وان شاء الله يكملوا المشوار، واحنا مع بعض كلنا ان شاء الله نكمل ونرفع اسم نادي بيراميدز، يعني نحطه في مكانها اكتر ونجيب بطولات ونحاول نسعد الناس. كل اللي منتمي لنادي بيراميدز نحاول نسعدهم ان شاء الله ونحقق بطولات، يعني نقدر نعمل تاريخ بجد لنادي بيراميدز ان شاء الله. كنت برضو هسألك على ذكر بيراميدز، انت راجل قلت ان انا كان من اقوى الحوافز ليا فكرة الجمهور، وانت اتكلمت على جمهور، حتى جمهور القطبين، ان الاهلي حتى كان في بعض اللقطات الانسانيه كان بيتعامل مع اوباما بشكل كويس. فكره بقى ان نادي بيراميدز فيه افتقار شويه لنقطه الجمهور، او ان انت عادي جدا انت بتلعب ماتش قمه فتلاقي ان مثلا جمهور الزمالك او جمهور الاهلي مقفل نص الاستاد، وانت مثلا لا في شويه ايه تقصير او شويه عدم وجود جماهيريه تساعدك على التشجيع، او حتى ايفن الرد على الاعلام. يعني انت ممكن انت في الزمالك الجمهور يحميك او الاعلام يحميك، طبيعي. انت في بيراميدز ممكن تحس لا ان انت عادي جدا، حاجه كانت ممكن ما تحصلكش ابدا وانت بره، ما تتهاجمش الهجوم ده تلاقي اللي بيرد عليك. هل النقطه دي هتبقى تقيله على بيراميدز، فكره احصاء يعني حصد البطولات؟ انت هل هو فعلا ممكن النادي ياخد دوري، ياخد سوبر، ياخد افريقيا، ولا فكره افتقار الجمهور ده تفضل نقطه دايما مضيعه حافز اللعيبه؟ بص اقول لك على حاجه، زي ما انا قلت لك، الناس اللي اختاروا يعملوا نادي بيراميدز واجتهدوا وتعبوا السنين اللي فاتت دول عشان يحطوه في المكانه ديت، وربنا بيكافئهم برضو ياخدوا بطوله زي الكاس كبدايه لحاجات هم حاطينها في دماغهم، حاجات كبيره جدا. اكيد هيفضلوا ماشيين بنفس السيستم، بنفس الشغل، بنفس الاجتهاد، بنفس التعب. والحاجات التانية ديت طبيعي، نادي لسه يعني انت بتكلمني في كملناش 6 سنين 7 سنين النادي دي السنه الثامنه. لا انت مع الوقت ومع البطولات يعني تاخد شوط كبير، هتطلع اجيال كتيره قوي تشوف بيراميدز بيكسب بياخد بطولات، هتحب النادي. هي كل حاجه او كل حاجه ناجحه بتبقى في بدايتها صعبه جدا، وده طبيعي. يعني انا شايف ان ده طبيعي. هل هم يقدروا طبعا، وده دليل اللي انت بتقول السنه اللي فاتت كان الاخر اسابيع الدوري كان بينافس وتحقق الكاس كمان بالظبط، والسنه اللي قبليها بينافس، والسنه اللي قبليها فخلاص هو حط نفسه في حته. بالنسبه للجمهور هي بتفرق في الاول في الاخر كشخصيه لاعب، كشخصيه
حد مسؤول كشخص، انت تحت الضغوط انت فين؟ انت هتقدر تكمل تحت الضغوط ولا لا؟ انت في جمهور كان بيحميك، دلوقتي ما فيش جمهور، هل انت هتقدر تكمل دوت ولا لا؟ فكله في الاول وفي الاخر بيرجع للشخصيه اللي بتتعامل وشايله اسم النادي. هل هتقدر الضغوطات دي كلها هتقدر تستحملها؟ فانا اللي انا شايفه في النادي واللعيبه الكبيره دي كلها، واللعيبه كلها اسامي كبيره وان شاء الله لعيبه كبيره. انت عندك مصطفى فتحي، كله- احمد كله- الشناوي، كله عشان ما تنساش أوباما، حد، أنا بقول لك دودو، أهو. رمضان، شريف عصام. هتنسى حد انا ماليش فيه، بس كلهم لعيبه كبيره واسامي تقيله، وقدروا يعملوا حاجات كتيره قوي لنادي البيراميدز، وان شاء الله يقدروا يعملوا كده تاني واكتر من كده كمان. والناس تستاهل بجد، الناس اللي في النادي تستاهل على السنين اللي انت بتقول عليها، فتره كبيره جدا، ضغط جمهور، ضغط اعلام، ضغط حاجات كتيره قوي، ويقدروا يكملوا ويقدروا ينافسوا. فده تتحسب لهم وبشكرهم جدا طبعا على مجهودهم دوت. وان شاء الله ان شاء الله نقدر، واحنا كلنا مع بعض ان شاء الله نقدر نعمل نجاحات اكتر ان شاء كان الله. برضو شعورك ايه في حكايه بقى الجون بتاع السوبر ده؟ انت راجل نازل، وكنت نازل تقريبا تبديل، انت نزلت تبديل ونازل، وفي اول في اخر فاول بقى خلاص، والهيد والكرة جون. بغض النظر يعني اتلغى، بس يعني الاحساسين يا اوباما، احساس انك جبت جون في الزمالك في اول ماتش انت تلعبه اجينست الزمالك وهدف فوز، وبقى كده الاحساس طبعا الغسيل بقى التاني ان الجون اتلغى. فاحكي لي عن اوباما في ال 10 ثانيه دول. لا احساس مش عارف اقول لك ايه بجد. بس الجون الاول، يعني انت جبت جون في الزمالك وخرجت الزمالك وانت صعدت بالفرقه اللي انت كنت بتنتمي ليها حاليا، اللي هو شغلك. لا ده شغلي طبعا، ولازم مفيش. انا جبت جون وانا في الاتحاد في الزمالك، دي حاجه ودي حاجه. وكنت جايب جون، كنا 1-0، وكنا بالنسبه بس للوقت دوت. انت كنت سالتني على المدربين المصريين وما سالتنيش على المدربين، سالتني على الاجانب الاجانب وسالتنيش على زكشان المدربين. المصريين لسه. هتسالني يعني قول انت. احسن حد اتمرنت معاه في المصريين يعني وبحبه جدا كابتن مختار. كابتن مختار في الاتحاد؟ اه اوبا يا جدع، ما تنكشنيش في الاتحاد يا جدع. لا والله لا، يا انا جدع. بس انت قلت لي على المدربين الاجانب طبعا. وما قلتليش، قلت لها اسالك على المصريين وما سالتنيش. فبقول لك يعني ما ينفعش ابقى قاعد وبتكلم وفاتح قلبي، يعني كلام من قلبي، وما جبتش سيره بجد والله. كابتن مختار الدرجات دي، انت التجربه بتاعت الاتحاد مع كابتن مختار كانت لطيفه او حلوه بالنسبه لك؟ بحبه جدا، شخصيه محترمه جدا، ملتزم جدا، بيخلي الاجواء حلوه في الملعب، تخليك تنزل راح تتمرن، حابب تتمرن. فكنت لازم طبعا تفرق يا اوباما بجد. طبعا المدرب ممكن يطفشك من التمرين، يكرهك في انت معانا التمرين. في المجال وعارف يعني الدنيا. بس هو الطبيعي اللي في مدرب طبعا بتعمل معاك نفسيا تخليك تبقى حابب تروح التمرين وحابب ما تطلعش من الملعب، وفي مدرب تاني عايز يعني بتبقاش حابب تتمرن اصلا، بتروح تتمرن في حتة تانية عشان تبقى مبسوط، كان حاجة بتحبها عايز تكمل فيها. فكابتن مختار في الحتة النفسية والحتة الفنية بجد من الناس اللي فرقت معايا واستفدت منه كتير جدا جدا يعني. كابتن وليد صلاح الدين. كابتن وليد ساعتها كان معاه مدير كوره تقريبا، مدير كوره وحاجه بقى برضو ايه، حاجه حرفنه كده، بحب قوي كنت اتفرج عليه. بيفرق معاكم اما يكون الجزء حتى الاداري زي مدير الكوره، لعيب كوره كبير زي كابتن وليد صلاح الدين مثلا؟ طبعا انا بالنسبه لي يعني اي حد بيبقى موجود في سد حاليا، فبرضه منظومه كبيره جدا دلوقتي. اي حد بيبقى ايه موجود في زد دلوقتي كابتن وليد، كابتن وليد منظومه كبيره. فهل المكان ده ما يشغله لعيب كوره ويكون حريف؟ تفرق طبعا زي كابتن، وانت 10 وهو 10 بس هو كان. لا كابتن وليد صلاح انا كنت بحب اتفرج عليه يعني بجد. كان حازم امام في الزمالك كابتن وليد. الخطيب قال لك خليفتي، تخيل لما الخطيب نازل بولد. في الوقت اللي انا كنت بتفرج فيه على الماتشات كابتن وليد كان خلاص يعني، كان في اكر ايام كان بينزل يعني وراح الاتحاد، كان بينزل ما حضرتوش انا في الفتره دي، اتفرجت في الاخر. فكان بينزل يقلب الدنيا. فكنت بحبه جدا اتفرج عليه، بقى مدرب او بقى مدير كوره معايا. فدي كانت برضو من الحاجات اللي انا بحبه جدا جدا على المستوى الشخصي وعلى المستوى الفني. وبرضو سنه اتعلمت منه حاجات كتير برضو كابتن وليد. طيب بص يا اوباما، دلوقتي انت لو بنتكلم على اخبار بقى كانت بتقال كتير جدا، انت برضو فكره ان انت بتجدد في الزمالك في الفتره الاخيره، لا ده اوباما ما بيجددش في الزمالك في الفتره الاخيره، لا والله ده اوباما عايز 900 مليون جنيه في الفتره الاخيره،
لا والله ده انا ما الناس مش عايزيني في الزمالك في الفتره الاخيره، لا والله اصل انا. فتحس كده ان في دوشه حوالين اوباما، رغم ان هو اللي احنا شايفينه او اللي انا شفته عشرته راجل بسيط جدا جدا، مفيش كل الدوشه دي. يعني كلمه دغري هيرد عليك دغري، الموضوع خلص سهل وبسيط. اه والله. بس كان في تصريحات بتقول لك او على لسانك برضو في فتره مع كابتن مع هاني حتحوت، ان كان اوباما بيقول او بيقال على لسان اوباما يعني ان مجلس اداره حسين لبيب بالبلدي كده ما كانش عايز اوباما في النادي. انا حتى وقت التجديدات في يناير جم اتكلموا معايا مره وقلت لهم لا شوفوا يعني شوفوا زمايلي اللي ممكن يكون عندهم ارتباطات قبلي او حاجه وانا معاكم، وما حدش كلمني بعدها، تجاهل تام. وكان اوباما بتاريخه يعني صعبان عليه الوضع او مش عاجبه اللي بيتقال بالشكل ده، وبالتالي خلاص يا جماعه مش عايزيني في النادي، انا هتوكل على الله. هل فعلا كان ده اللي حاصل مع اداره؟ انت قدمت السبت والحد والاثنين والثلاثه يا جماعه شوفوا انا موجود وقاعد وانا ابن النادي، انا اخر واحد تكلموه، مش فيش قلق مني وطلباتي بسيطه. وصولا بقى ناس تقول لك لا والله ده اوباما كان يقول لك انا لازم اخد اعلى لعيب في الفرقه صح. بالنسبه لاحسن لعيب في الفرقه ديت، انا بص قول لي فكرني في حاجات ايه. قول لي بقى. من ساعه ما عملت العقد بتاع 2020 دوت، وانا فعلا اتحط عندي انت بند ان انت تبقى زي اعلى لاعب يجي الفرقه ايا كان هو مين. مصري بس مصري. الناس طلعت يعني ادتني جامد ومش عارفه ايه وحاجات كده. بس انا بقى زعلان من حاجه تانية. اللي عمل العقد هو ما طلعش ليه؟ حسين السيد لا ما مش هتكلم في بالله عليك، الله يكرمك. الله يكرمك. اللي عمل العقد كمل. اللي عمل العقد ما طلعش ليه بعديها واتكلم وقال اوباما دوت جاء يعني احنا عملنا اللقطه ديت او البند دوت علشان حاجات معينه، عشان اللعيبه اللي بعد كده تيجي او تجدد او تعمل، بنحاول نعمل سقف للفرقه، بنحاول الكلام اللي اتقال لي ساعه التجديد وبالنيابه عليه قلت خلاص لو في مصلحه النادي اللي انتوا هتقدروا يعني تسيطروا على اللي جاي بكده فخلاص مفيش مشكله. يجي بعديها الناس مثلا 3 4 5 6 لعيبه اكتر بكتير بالضعف. يعني سكت خالص اهو. لا يعني اكتر بكتير، دي حقيقه، دي حقيقه عشناها. انا عمري في حياتي استحاله من رابع المستحيلات اللي انا اعمل حاجه مش في يعني حاجه في نادي الزمالك، استحاله. بس انا كنت صعبان عليا اللي الناس اللي بتقول الكده هي اللي عاملين العقد، يعني هي انتوا اللي عاملين كده علشان تقدروا بعد كده تتعاملوا مع الناس اللي جايه. فانت ازاي انت اللي عامل كده وبعد كده تطلع تقول اصل ايوه هو بيعملها ازاي؟ بيعملها حجه عشان الناس تقعد تشتم في اوباما، صح. حجه علشان الناس تقعد تسخن على اوباما. طب اوباما بقى بعد عاش 3 سنين والعقد ده شغال والبند ده موجود وما عملش اوباما ما عملش حاجه. انا بوضح عمره الناس ما اوباما كان في عقده بند صريح ان هو ياخد اعلى راتب في اي لعيب مصري، وبالتالي لو جه اي لعيب مصري او راتب تغير اللعيب اوباما ياخد زيه، هياخد 10 ياخد 5، انا اخد زيه 10 علشان خد اكس. اوباما بيقول ان دخل لعيب واثنين وثلاثه والعقود اتجددت وهو فضل عقده زي ما هو وما استغلش الشرط اللي كان عنده. ولا عمري كنت استغله. بس انا يعني الناس اللي هي ساعتها هي اللي كاتب، انا ما طلبتش تكتب العقد زي دوت ولا عمري اطلب. يعني ما كانش طلب اوباما، لا هو لجنه جايه مؤقته عايزه تعمل 1 2 3 يعني علشان كان الهدف مش ان اوباما انا عايز اخد اعلى واحد، انا كان هدفنا نثبت سقف للرواتب. ايوه مش انا لوحدي كمان مكتوب في العقد كده، بس انا الواحد اللي طلعت السوشيال ميديا، يعني مش انا لوحدي. اكيد الكلام ده. تعالى بقى. لا ما انا بقول لك في تفاصيل كتيره قوي انا مش هقدر اتكلم فيها حبا في نادي الزمالك وبحب نادي الزمالك، فعمري في حياتي ما هتكلم. انا بس اللي بزعلان منه ان يعني كل واحد يعرف نعمه الزمالك بس مش اكتر ولا اقل. فانت في المكان اللي انت فيه حافظ على النعمه واتقي ربنا في الناس واتقي ربنا في شغلك، هتلاقي ربنا بيرزقك من حيث لا تحتسب بجد. بس هو ده اللي عتابي عن الناس من غير دخول في تفاصيل، عشان لو دخلت في تفاصيل بجد مش هيحصل حاجه، هزعل الناس كتير قوي مني وانا مش عايز اعمل كده. وفي نفس الوقت بحس يعني بيجي عليا اوقات بحس لازم الجمهور لازم يعرف التفاصيل. فلما قلت لي على حوار العقد ده فلازم اقول كده. الناس اصل بقول لك اتقالت، بص اوباما اتقال صريحه ان اوباما احد اسباب مشاكله في الزمالك ان هو عايز اعلى عقد واللي يجي بعديه ما ياخدش قدي ولو خد قدي ياخد. فده بيتقال عليك. اتقالت لا شفتها كذا مره وفعلا الناس من حقها تزعل من حاجه زي كده. بس هل ده حصل؟ هل ده مشيت بيه 3 سنين والناس لما جددت ولا الناس لما جت جديد ولا انا يعني انا عملت حاجه؟ بالعكس
هي الموضوع بسيط وسهل، وانا الحمد لله يعني فضل ونعمه بعد كل الحاجات. كل ما يطلعوا عليا حاجه، يعني حوار اللي انا قلت لك عليه بتاع الكورونا، شويه يطلعوا عليا العقد، شويه يطلعوا اللي انا بتمرض في اخر فتره، انا مش عايز افتح فيها الكلام في برضو. اخر فتره صح انا بقول لك حاجات كتير يا كتيره جماعه هو بتطلع، خلاص بيخلص فما عايز يطلع سليم. حاجات كتيره بتطلع عليا، وربنا بيرزقك بعديها بحاجه من حيث لا تحتسب بجد. لما يجي بعد كل دوت وتجيب جون ضربة جزاء في نادي الزمالك، الناس تشجعك، دي حاجه من اثرت فيا بجد. حاجه بجد حساسية، يعني عرفتني بجد اللي انا بجد واحد من الناس ديت، مش واحد ولعبت ومشيت، لا انا واحد من الناس ديت، والناس ديت اخواتي واحنا عيلة واحدة. وده بجد في فرق بين الزملكاوية او الزملكاوي بجد، في فرق بين اللي بيشجع الزمالك وخلاص متزملك. لا هو يقول لك انا زملكاوي بس هو مش يعني، في حاجات مصالح بتتاخد اكتر يعني. بس دوت للاسف مش جمهور نادي الزمالك. هو نادي الزمالك اللي بيسافر ويروح يقعد في المدرجات، اللي يعني المدرجات اللي ورا الجون، عشان اخصص لك الموضوع، عشان في ناس تانية بتيجي يقول لك انا من جمهور الزمالك. لا، في ناس معينه جمهور بجد بيحبوا النادي بجد ومصلحه النادي بجد، وملهاش دعوه باي مصالح شخصيه. فهي دي، هو ده اللي انا يعني الحمد لله اللي انا يعني اتعاملت يعني كنت واحد هفضل يعني واحد منهم. انت سايب مستحقات وانت ماشي صح عشان برضو عايز اقول لك ده كان الحوار كبير، برضه انت مش هتقدر تتكلم على المستحقات واوباما والتسويات لا والله انا بجد يعني ده اقل حاجه طبعا. نادي الزمالك عمل اسمي وكبرني وخلى الناس كلها تعرفني، فده ولا حاجه. انا ما اقدرش اقول كده وما اقدرش اتكلم في حاجه زي كده. طبيعي، ده طبيعي. اي حد مكاني هيعمل كده. المنتخب بقى صديقي ماله. انت الفتره الجايه طبعا انت شايف التوجه بتاع المدرب المصري كابتن حسام ماشي بالفرقه كويس. ف كانت ناس تقول لك فتره من الفترات لما كنت بتتكلم على كابتن حسام البدري ان اوباما مش متواجد، اوباما مش موجود، اوباما ما خدش فرصه. بس دلوقتي في كابتن حسام، وانت كنت مفنش برضو الموسم السنه اللي فاتت بشكل كويس. لا كابتن، لا ما كابتن حسام ما كانش لسه ماسك المنتخب في الفتره ديت، ولسه ماسك بعد ما انا فنشت الفتره ديت. بس انا بقول لك مؤمن بحاجه، يعني انا يعني مهما يعدي عليا مش هيعدي عليا الفتره اللي انا حكيت لك عليها، مش هتيجي تاني. فانا عارف ومؤمن بالله سبحانه وتعالى اللي انا هجتهد وهتعب وهعمل اللي عليا، والتوفيق ده بتاع ربنا. كابتن حسام ايا كان، قبل كابتن حسام، بعد كابتن حسام، ايا كان مين ماسك المنتخب، فده رزق من عند ربنا، وانا مرتضي اللي هو تعمل اللي عليك. التوفيق جالك ما جالكش خلاص. هو كابتن حسام يعني من الميزات اللي هو بيتميز فيها اللي هو فير يعني، فطول عمره يعني. فهي دي ببساطه يعني، الموضوع ببساطه يعني. لو جيت اقول لك طب على ذكر برضو المنتخب والفرق، لو جيت لي قلت لك هات لي 11 تلعب بيهم ماتش كوره يا اوباما دخلت في الحوار تاني. لا تعالى بقى خماسي 11 ليه؟ لا 11. انا عايز انت الكوتش اوباما، الكوتش اوباما هيشكل لنا دلوقتي تشكيلته من 11 لعيب يغزو بيهم العالم. امال انا عايزك تاخد المصريين وتنطلق للعالميه. هات لي بقى من الجون وتعالى كده واحده. لا مش هقول. ليه انت قلت لك حاجه عيب؟ لا هركز وهفكر وهعمل. هو انا هتعبك عشان تركز وتفكر يا اوباما؟ انا في الاول وفي الاخر مش كوتش. يبقى كوتش معايا 5 دقايق. لما ابقى كوتش اوعدك والله. انت بتقولي مش هبقى كوتش اوباما؟ تقول لي فريق خماسي اقول لك ماشي. اما 11 هات خماسي يا سيدي. اقول 11 لاعب خماسي ماشي. ما لعبتش معاهم باي حد براحتك اللي انت عايزه. ماشي. صعبة برضه تصدق. انت شوف يا اخي يا مدهيم. اول حاجة عايزين جون بيلعب برجله. اللي انت عايزه. مش هختار حد دلوقتي. براحتك اختار من دلوقتي، من السنة اللي فاتت وانت جاي انت بتقول لعيبة كورة. اختار من يعني اختار حد قديم. طيب ليه؟ فكرة في حد قديم بيلعب برجله؟ انت هتخترع كورة. ايوه انت بتقطع في الكباتن. قول يا عم. والله ما فاكر يعني. انا مش محضرها، فمش عايز مش عايز دلوقتي. هيقول لي انت مدرب فاشل. لا مش انت مدرب فاشل يا بابا. احنا نضحك على بعض. انا مش عايز. لا مش عايز تحكم عليا بدري قوي كده. لا ما تقلقش لسه بدري عليك. نوقف مين جون؟ نوقف مين جون؟ جنش ماشي حلو. انا بحب
بعد كده عايزين بقى 5 في وسط 5 في الملعب. هم 4. 4 يا سيدي ماشي. وانا مش هلعب، انا انت كاتشن، آه. انت مش عايزك في الملعب انت ماشي. عشان هم يتقضي عليهم كلهم ونخلص. 4. وحط مين في مين يلعب؟ عايزين واحد يكنس ورا بس الاول. هتكنس بمين ورا؟ لا ماليش انا في ما بتعتمدش. يلا كله بينا. لعيب كوره، كلنا بنلعب. اللي عنده كوره هيلعب، اللي ما عندوش كوره مش هيلعب. يبقى قول بقى. مش عارف والله. ورا كنت بحب اتفرج على وائل لباني أوي. يا سيدي ليبرو بصفات فرود. لا كان هادي قوي يا لهوي. ممكن يشمس الفرود عادي، كنت بحب اتفرج عليه قوي. كابتن وائل لباني ماشي حلو. واحد انا هقول لك من الجيل اللي هو ايه اللي انت عايزه، اللي انا حبيت اتفرج عليه يعني. في النص كده فاضل 3. كابتن حازم امام. طبعا لازم. ممكن نحط مين تاني؟ طب قول لي كده اسامي يعني في الجيل الجميل ده. جيلك انت. انا لو مكانك ما اطلعش المشوار ده من غير جمال حمزه. جمال لا ده كده بس انا كنت بفكر يعني ايه، يبقى فيرود ولا يبقى مع كابتن حازم في نص الملعب. فجمال حمزه طبعا احرف ناس شفتها في حياتي برضه. بيتكلم الكوره. انت بتقول حد حبيبي قوي قوي بجد. من الناس اللي انا حبيت برضه يعني. حبيت الزمالك اتفرج عليه لما كان بيلبس 18 ياه جمال حمزه ده حدوته يعني. احنا قلنا وائل لباني، جنش وائل لباني، حازم امام، جمال حمزه، مين مش عارف. طب فكر معايا. بصيها لك انا. لا انت قلت هتقول مين؟ قول لي. لا قول انت الاول. فكر معايا والله. قول انت اول. لا بس من الجيل ده عشان انا بحب الجيل ده قوي. ماشي، ما هو الجيل ده انا اقول لك من الجيل ده. قول لي والله. حليم يا ريس. كابتن ابو حليم. طبعا كده انت قفلت اللي بص ان هاتوا كده احنا بنهاجم بس. كابتن ولا هيشيل كتير كده بس كده. هم 4 جول بس دول كده هتشيلوا كام ورا؟ ما حدش ورا بجنش، هو بقى يكمل. لا بجد بحب لسه على صله بالكباتن الكبار يا بابا. طبعا. كل اللي اتعاملت معاهم طبعا شرف ليا اللي انا اتعاملت معاهم وبحبهم، واكيد بصلة معاهم يعني. مين اصعب حد انت ممكن تكون واجهته كراجل في القطاع الهجومي بقى، اذا كان فيرود صانع لعب، فحد في الدفاع قصادك يعني، لعيب 6، لعيب سرد باك، لعيب جناح مثلا او باك رايت ليفت، انت كنت في كتير. مين بقى اللي مثلا تقول لي بتاع اللي انا بقعد اقول لك ما فيش حد، ما شفتش حد كان يوم قدامي. بص ماتش جم قصاده مين بقى؟ في كتير والله. في يعني كنت بتكلم من فتره كده مع محمد علاء. كنت معاه حد لعيب في النادي، كلوبالي كان بيلعب في الترجي. كلوبالي ده 6. كنت بقعد ماتشات، لعبنا الترجي في الفتره دي كتير يعني. كنت بقعد اذاكره كتير يعني، وكان لعيب جامد جدا يعني. فكنت ببقى عارف اللي هو ماتش مش احسن حاجه عشان هو بيلعب عليا وانا بلعب عليه. احنا قاعدين لبعض ما انتوا ما فكان هو كمان بيكمل في اي كره عرضيه، بيقطع مشوار كبير قوي. فكان بيبقى بالنسبه لي انا الموضوع بيبقى صعب يعني اللي انا امسكه يعني. ولو جيت اقول لك على قطاع بقى الدفاع في مصر، لا انا عايز اسمع من اوباما او مين احسن مدافع انت ممكن تكون قابلته في مصر؟ كتير وبرضه مصريين بقى. انت كده قلت لي كل ده كان حد افريقي يعني. ما ايوه، ما انا بقول لك في مصر في لعيبه كتيره جامده يعني. مش هقدر احدد لك حد. ما انا اقول لك اسم من اللعيبه، مش هقدر احدد لك حد. هو انا بقول لك اديني سر اسم لعيب انت ممكن تكون شايفه في يعني سرد باك قوي قصادك. سرد باك قوي؟ لا كنت وانا صغير كنت بشوف كابتن وائل جمعه يعني. كنت بشوفه اللي هو قوي جدا. انت لعبت وائل جمعه؟ انا عايزك لعبت قصاده كده وطحنته في بعض. طحنته في بعض. لا ما انا والله بجد انا بتكلم بجد. كنت بشوفه اللي هو قوي جدا وبيلعب بروح وبيلعب بقلب جامده قوي. فكنت يعني بحب اتفرج عليه، او كنت يعني كان هو الوحيد اللي وانا صغير يعني احب ايه اركز معاه يعني. مفيش برضو حد من الجيل ده نتكلم عليه؟ نقطع في حد شويه جدع. نقطع؟ عايز تقطع خش في كتير تقطع. في كتير مش هتقطع في حد، كلهم حبايبك دلوقتي. مش اخلاقي. جبت ورا اوباما مش اخلاقي. مش ايه يا اخويا؟ مش مين والله اجيب لك مروان حمدي تسمع مين اخلاقك ومش اخلاقك. لا مش اخلاقي الحمد لله.
بس عشان الكاميرا بقى خلاص. طيب ايه تاني؟ انت عارف انت بتضحكني اكتر ما انا بتكلم. ليه والله بالعكس، ده انا ما عملتش حاجه خالص، انا قاعد ملتزم. بعد فتره الزمالك زي ما قلت لك يا اوباما، احنا كانت العروض بالنسبه لك اعتقد كتير، وانت اخترت عرض بيراميدز صح كده؟ فعايزك تحكي لي عن يعني حيثيات اختيارك، ولا انا اخترت ده؟ انت اكيد اتعرض عليك 1 2 3. وهل انت ممكن تعتبر او نشوف بيراميدز ده خطوه لاوباما انه يطلع كمان يحترف في اوروبا او في الخليج او ايا كان المرحله؟ هو بالنسبه لخطوه بيراميدز، خطوه بالنسبه لي انا خطوه مهمه جدا، باخدها في كذا شق، يعني تحدي، تفاصيل كتيره قوي عايز احققها، لسه نادي جديد، هو عنده حاجات كتيره قوي عايز يعملها، وانا كمان لسه حاسس ان انا لسه في حاجات كتير عايز اعملها. فكان اختيار نادي كبير زي نادي بيراميدز كان بالنسبه لي يعني شيء بالنسبه لي انا عايز لسه عايز اعمل، عايز في حاجات كتير قوي لسه عايز اعملها. نفس الحاجه ديت بحسها في نادي بيراميدز، عايز يعمل، عنده باور، عنده طاقه، عايز يثبتوا نفسهم، النادي عايز يكمل. فحسيت اللي هو اكتر نادي مناسب للحاجات اللي انا برضو بحسها، مشاعري للتفاصيل كتيرة قوي. حسيت اللي احنا اللي النادي ده ان شاء الله باذن الله هنعمل حاجات كويسة مع بعض وكده. بالنسبة للحاجات التانية لا، اخترت نادي بيراميدز علشان بجد حبيت فيه الحاجات اللي انا بقولك عليها دي. تقدر تقولي كان جاي لك مين ساعتها اوباما ولا؟ خلاص بقى، بس كان جاي لي حاجات بره مصر يعني، بس في الخليج برضو، بس لا انا اخترت كمان يعني ان شاء الله يعني واخد النادي بيراميدز حاجه زي ما قلت لك، شعور متبادل بحسه في النادي، بحسه في المجموعه من قبل ما ادخل النادي، بحس ان هم عايزين يعملوا حاجه من اول، يعني من رئيس النادي لاخر حد في النادي، كل الناس وكل المجموعه بشوفهم. يعني شفت ماتشات الكاس، دوري سيزون كامل بتنافس وعايز وي وعندك حاجات تانية كتيرة ناقص، زي الجمهور زي ما انت قلت، زي الاعلام مش احسن حاجة، ودي برضو علامة استفهام بالنسبة لي. اللي انت نادي زي نادي بيراميدز يحط نفسه في مكانة زي ديت، بيشرف اسم مصر، بيلعب في بطولات افريقيا، بيعمل حاجات كتيرة قوي في مصر. فلازم نديله حقه على الاقل، يعني حتى لو انت مش ما تجيش عليه، يعني مش هتديله حقه، ما تجيش عليه، بالعكس اديله حقه عشان هو يستاهل بجد. فالحاجات ديت اللي خلتني اختار نادي عنده شغف، عايز يعمل حاجه، حتى لو في حاجات كتير قوي لسه ممكن ما تكونش زي الجمهور زي الحاجات دي، بس لا هو عنده الحاجات دي محسس يعني كانت محسساني وانا بره الكادر، شايف ان الناس ديت عايزه تعمل حاجه، عندها شغف في الكوره، عايزين ينجحوا، عايزين يوصلوا. فطبعا بشكرهم على الاحساس اللي بيوصلوه للناس دوت، والاجتهاد ده كله والتعب، وان شاء الله باذن الله نعمل حاجه كويسه مع بعض، ونحاول على قد ما نقدر نوصل لمكانه بجد تبقى كويسه جدا للنادي بيراميدز اللي هو يستاهلها بجد يعني. انت على كل المشوار ده يا اوباما، لو عايز اسمع منك بقى حاجه زي ايه الفينالة في الموضوع، انا عايز انصح الناس. انا دايما باخد من الجاست معايا او الضيف، انت راجل مريت بخبرات كتيره جدا، لعبت في نادي يعتبر احد اكبر انديه افريقيا والشرق الاوسط ومصر، عشت معاه الحلو والمر، اكبر قلعه رياضيه في مصر، اكبر قلعه رياضيه في مصر. انت هتجيب لنا مشاكل؟ لا خلاص. فالتجربه كانت كبيره، ورحت بقى انديه كمان جماهيريه، انت رحت ما بين اتحاد ورجعت، وتجربه جديده دلوقتي مع بيراميدز، فده مش بسيط. انا في اعتقادي البسيط ان ده لا لا لا, لا الراجل ده قاطع مشوار كبير والتعب عليه. فعايزك تنصح الناس، تنصح حد ومش مجرد لعيب كوره، لا والله في شباب صغير لسه بيفحط في الكوره، في شباب صغير شايف خد على وشه مره واثنين وثلاثه، انت قلت قعدت موسم كامل ما بتلعبش، في اخر الموسم ده انت كنت بطل الفرقه. ما دي حاجات كتيره قوي. اديني نصيحه كده نختم بيها، عشان انت بتنام مني يا اوبا. بتنام مني لسه وراك سفر مشوار. لا مفيش احسن من يعني ان انت زي اي حد طبيعي انت تجتهد وتعمل اللي عليك،
ودايما تحط ربنا معاك في حياتك، في تقرب من ربنا كويس، عشان مهما تعمل ومهما تتعب ومهما تجتهد هو التوفيق من عند الله طبعا. فدي حاجة مهمة جدا، تجتهد واتعب واشتغل على نفسك، وكل الحاجات اللي ممكن اقول لك اي حد ينصح بيها اي حد، ده طبيعي. بس بجد بجد لما تقرب من ربنا ويحصل بقى الحاجات التوفيق دوت اللي بيجي من عند ربنا مش من عند حد تاني، اللي هو بيجي لك لقطة بتحس من جوه اللي انت بتعوضك على حاجات كتيرة قوي في حياتك. فهي ديت بس اللي انا ممكن يعني اقدر انصح بيها، اللي انا جربتها في حياتي. في حاجات كتير قوي بتقع مني وبتقول خلاص وبتاع، بس بتيجي التعويض ويجي الصبر. برضو كنت عايز اقول لك على حاجه برضو، قول لي على حاجه انا معاك. انت عايز تطول بس لا بجد السنه اللي فاتت اللي انت بتقول عليها فيها ارقام كويسه. السنه اللي فاتت انا قعدت في البيت 3 شهور، كنت عامل عمليه كسر في الفكين. عملت عمليه صح؟ عملت عمليه، قعدت 3 شهور في البيت. والفتره ديت برضو من الحاجات اللي اثرت معايا قوي قوي قوي، اللي انا اخر سيزون في عقدي. الناس في الفتره ديت انا كنت ماشي كويس في الاول، بعد كده جالي الاصابه، قعدت في البيت مش بنزل التمرين، ما اقدرش، كان بقي كله مكسور يعني. فكنت قاعد بفكر كتير جدا، انت اخر سنه في العقد بتاعك، مش عارف انت هترجع امتى، مش عارف اي تفاصيل، مش عارف اي حاجه، مفيش قدامك غير اللي انت بس يعني ايه. الاكل ما باكلهوش، ما بقدرش اكل، بشرب بس. قعدت فتره كبيره قوي، والفتره ديت طلعت عليا كلام كتير قوي اللي الناس مش عايزاني، مش يعني اللي بيطلع في السوشيال ميديا، الاداره، المدرب مش عايزك، المدرب مش عايزك، ضغط يعني. انا فاهم الكلام ده كله كويس قوي، وبقول يعني للناس يعني. فالفتره ديت اثرت معايا جامد جدا، فما كانش في حل غير الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللي انا كنت قريب من ربنا كويس جدا في الفتره ديت، عشان حسيت ان الناس جايه عليا، في مش كل الناس طبعا يعني، ناس معينه يعني اللي هم مش حابين اوباما يعني يكمل في النادي. فربنا يخلص 3 شهور وارجع الحمد لله. كل ماتش لعبت 6 ماتشات، 6 جوان. جبت جون في كل ماتش؟ كل ماتش جبت، لا في ماتش جبت جونين، في ماتش تاني جبت جونين. يعني لعبت 6 ماتشات في اخر السيزون، جبت 6 جوان. فدوت يعني دوت زي ما انا بقول لك بقى، دوت انت لو مش قريب من ربنا ومش واثق في الصبر دوت، ربنا بيعوضك من حيث لا تحتسب بجد. اللي انا كنت يعني الحمد لله الحمد لله، اللي انا كنتش بقول غير يعني الحمد لله الحمد لله على البلاء، الحمد لله على الصبر، الحمد لله على كل حاجة. والحمد لله اللي ربنا جزاني خير في الاخر، وقدرت الحمد لله يعني العب كام ماتش في الاخر، اعمل فيهم الارقام اللي انت قلت عليهم دولت. والحمد لله برضو لما مشيت من النادي، مشيت برضو بطريقة كويسة، الناس كلها عارفة وكويسة ومتأكدة اوباما يعني اوباما ايه ديت عندي اهم من اي حاجة جدا، اوباما ايه. فهو ده اللي انا ممكن يعني، دي حاجه انا عشتها من قريب قوي. فديت اللي انا اقدر اقول للناس، انت اجتهد واعمل عليك واشتغل كل حاجه، بس لابد من انت تقرب من ربنا، تخليه معاك في كل حاجه في كل وقت، هتلاقي ربنا عوضك حاجات كتيره قوي جدا. حبيبي يا اوبا، والحمد لله بقى ان انت وصلت معايا لحد هنا. الحمد لله والله حبيبي يا اوباما، انا كتير قوي. لا كتير يا حبيبي، لا تعبت يا اوباما، ما تقولش كده. لا والله انا مبسوط قوي يا دكتور، والله اللي انا معاك كنت اخ كبير يعني. فدي كانت يعني من الاوقات الجميله والله، الوقت عدى بسرعه. انا حبيبي يا ماما والله انا عارف ان انا جيت عليك النهارده وزنيت عليك لا كتير. خالص، لا والله بالعكس، وقطعك اهو بشوف من زايد لحد لا فين. لا عادي والله حبيبي. وانا مبسوط جدا ان انا كنت معاك، والناس كلها جميله هنا ودمها خفيف. بس صابر يهدى على نفسه بس، اهدى صابر. اتشرفت بيكم النهارده. كان معانا يعني اخويا الصغير، انا بحب اقول دايما اخويا الصغير يوسف ابراهيم اوباما. حلقه كانت خفيفه ولطيفه جدا. الراجل ده تعب كتير قوي قوي قوي، عشان الناس بتنسى قد ايه الناس بتتعب. هو لسه حكي بس على 3 شهور في موسم عمل عمليه، وكان بيقول لك اصل خلاص كفايه عليه وي وي وي. فلا، كل قصه نجاح احنا بنشوفها معانا هنا في البودكاست بيكون وراها حكايه كبيره جدا من الجست او الضيف او النجم معانا. ده هدفنا دايما من بودكاست، اعرفوا حكاوي الناس دي، خليها دايما ايدلز ليك او امثله ليك. احنا دايما معاك، واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله، والسلام عليكم.